السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير وبصحة وكويسين. النهارده ان شاء الله باذن الله بنبدا في حل النماذج الخاصة بالتطبيقية في كتاب المعاصر ال20 نموذج. فاحنا ان شاء الله النهارده بادئين ان شاء الله بالنموذج الاولاني. الحمد لله احنا خلصنا معاك ال20 نموذج بتوع البحثة، ومخلصين معاك النماذج الاسترشادية كاملا، سواء كانت البحث او التطبيقية منزلها لك على الجروب عندنا على التليجرام. فاحنا اللي ناقصنا معاك عشان يبقى احنا كده اتمينا المهمه، عقبال ان شاء الله لما نشوف تفاصيل ليله الامتحان اللي احنا ناخد ال20 نموذج بتوع التطبيقيه. فيلا بينا كده نسمي الله بسم الله. هنبدا كده نشوف السؤال الاولاني بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا معايا القوه الاولى اثرت في النقطه ا، والقوه الثانيه اثرت في النقطه ب، فان عزم محصله القوتين حول النقطه ج. عايز اجيب عزم المحصله حول النقطه ج. طيب سؤال شبه ده احنا كنا بنحله ازاي؟ سيادتك انا معايا هنا القوة الاولى، فالقوة الاولى هو جابها لي على هيئة متجه، يعني قال لي القوة الاولى دي 2 وسالب 3، والقوة الاولى دي بتؤثر في النقطة ا اللي هي هتبقى 1 و2. كلام جميل. وهيبقى معايا كمان هنا القوة الثانية، القوة الثانية اللي هي بالنسبة لنا هتبقى ق2، هو جابها لك ب 1 و2، وقال لك بتؤثر في النقطة ب، فالنقطة ب اللي هي هتبقى 2 و1. فهو عايز يجيب عزم محصلة القوتين حول النقطة ج. يعني أنا هقول لسيادتك إن دي بالنسبة لنا هتبقى المحصلة أهي، دي هتبقى المحصلة إن أنا عايز أجيب العزم عندها عند النقطة ج، والنقطة ج اللي هي هتبقى 3 و4. فأنا هعمل إيه بقى؟ هعمل القانون المعتاد اللي إحنا بنشتغل عليه. عزم المحصلة عند نقطة هيساوي مجموع عزوم القوى حول نفس النقطة. يعني بص كده اهو، أنا هقول عزم المحصلة حول النقطة ج، الكلام ده هيساوي مجموع عزوم القوى حول نفس النقطة اللي هي أيضا هتبقى ج. طب أنا هروح أجيب عزم المحصلة عند ج إزاي؟ هروح بكل بساطة أجيب ج أ ضرب اتجاه القوة الأولى، هروح جايب ج ب ضرب اتجاه القوة الثانية أهو، هيبقى معاك ج أ ضرب اتجاه القوة الأولى، الكلام ده زايد ج ب ضرب اتجاه القوة الثانية، ونبدأ أنا وأنت نشتغل بقى. فهنا هيبقى العزم عندي ج هتساوي ج أ اللي هو هيبقى أ ناقص ج، فأ ناقص ج هيبقى 1 ناقص 3 سالب 2، أ ناقص ج 2 ناقص 4 سالب 2، ده ساعتها هيبقى ج أ اللي هو هيبقى أ ناقص ج ضرب اتجاه القوة الأولى اللي هو هيبقى 2 وسالب 3، ده بالنسبة لنا هيبقى ج أ ضرب اتجاه القوة الأولى. حلو. بعد كده هيبقى مع سيادتك ج ب ضرب اتجاه القوة الثانية، فج ب اللي هو هيبقى ب ناقص ج، فب ناقص ج فهيبقى 2 ناقص 3 هيدي لسيادتك سالب 1، ب ناقص ج 1 ناقص 4 هيدينا سالب 3 ضرب اتجاه القوة الثانية، فالقوة الثانية اللي هي هتمثل لسيادتك الواحد والاثنين، فهذه القوة الثانية هتبقى 1 و2 اهو. طب احنا لما نيجي نضرب هنضرب ازاي؟ هيبقى حاصل ضرب الطرفين ناقص الوسطين، حاصل ضرب الطرفين ناقص الوسطين، فحاصل ضرب الطرفين هيبقى سالب 2 في سالب 3 ب6 ناقص الوسطين سالب 4 وهنا سالب موجب 4، حاصل ضرب الطرفين هيبقى سالب 2 ناقص حاصل ضرب الوسطين سالب 3 فسالب في سالب بموجب، وبعد كده ابدا اجمعهم بقى. هيبقى 6 زائد 4 10، 10 ناقص 2 8، 8 زائد 3 هتدي لسيادتك كام؟ 11، يبقى 11 وحدة عزم. يبقى احنا بنختار الإجابة رقم د. خلي بالك برضه من السؤال ده لأن السؤال ده اتكرر ياما قبل كده ثانوية عامة. اللي بعديها بيقول لك في الشكل المقابل أ ب ج د مربع طول ضلعه ل. أنا معايا مربع أهو طول ضلعه ل، أثرت فيه القوى الموضحة بالشكل، وكانت القوة مقاسة بنيوتن، فإن خط عمل المحصلة هيبعد عن النقطة أ مسافة قدرها. سيادتك لو تاخد بالك أنا معايا قوة 2 قوة 9 قوة 6 قوة 3، القوة دي قوة متوازية وكلهم بيعملوا في نفس الاتجاه. طب ما تيجي نشتغل شغل القوى المتوازية.
يعني هيبقى في قوة نازلة من ألف أهي، في قوة نازلة هنا أهي، وفي قوة نازلة هنا أهي، وفي قوة هتبقى نازلة من ب أهي. أنا هعتمد معاك إن أنا معايا خط العمل ده اللي هو هيبقى الألف ب. فالألف ب عند الألف في قوة 9، وهنا هيبقى في قوة 6، وهنا هيبقى في قوة أول حاجة هيبقى في قوة ب2 عند الألف فوق، وبعد كده هيبقى 9، وبعد كده 6، وبعد كده هيبقى 3. طيب هو قال لك ان المربع ده طول ضلعه بيساوي لام، يعني انا معايا الالف ب دي كلها بلام، وانا شايف ان هما اتقسموا الى 3 اجزاء متساويه. فلو الضلع ده اللي هو الالف ب بلام واتقسم على 3، يبقى ده بالنسبه لنا هيبقى تلت لام، وده بالنسبه لنا هيبقى تلت لام، وده بالنسبه لنا هيبقى تلت لام. كل واحده فيهم هتبقى تلت لام. تعالى بقى يا عم، هو بيقول لك المحصله هتبقى فين بالظبط. فاحنا هنا هنتعامل ايه؟ اللي احنا هنعين المحصله تعيينا تام، يعني نجيب مقدار ونجيب اتجاه ونجيب نقطه تاثير. اول حاجه هجيبها هي المقدار، فعايز اجيب مقدار المحصله كلهم بيعملوا في نفس الاتجاه. جمع بقى 2 زائد 9 11، 11 زائد 3 14 زائد 6 20، يبقى المحصله مقدارها 20. ده مقدارها، اتجاهها هتبقى الاسفل. نقطة تأثيرها كنت أقول لك نزل المحصلة في أي حتة أهو، المحصلة هتساوي 20. أنا عايز أجيب بقى نقطة تأثيرها، هو عايز يجيبها بتبعد عن ألف مسافة إيه؟ يبقى أنا هقول نفس الكلام برضه أهو، عزم المحصلة حول النقطة ألف، الكلام ده هيساوي مجموع عزوم القوى حول نفس النقطة اللي هي بالنسبة لنا هتبقى ألف. فال20 عشان تمشي الالف هتمشي عكس عقارب الساعه، ادي 20 في البعد العمودي اللي انا عايزه اللي هو هيبقى كام؟ س. هنا في قوه ملهاش عزم، ايوه مصر الاثنين ملهاش عزم، اللي هيبقى لي عزم هو ال9 وال6 و3. فال9 هتمشي عكس عقارب الساعه، يبقى 9 في البعد العمودي اللي هو هيبقى تلت لام. القوه اللي بعديها اللي هي هتبقى 6 هتمشي عكس عقارب الساعه في البعد العمودي اللي هو هيبقى 2 على 3 لام. القوة اللي بعديها اللي هي 3 هتمشي عكس عقارب الساعة في البعد العمودي اللي هو هيبقى كل ده اللي هو هيبقى لام. تعالى أنا وأنت بقى نظبط حساباتنا أهو. ده بالنسبة لنا هيبقى 20 س، فهيبقى معاك التوسع هروح ضاربها أنا وأنت في 1 على 3 زائد ال6 هضربها في 2 على 3 زائد 3، فهيدي لك ساعتها 10 من لام. فانا هروح قاسم بقى على ال20، فلما تقسم على 20 هتلاقي ان السين هتساوي نص لام، يعني المحصله هتبقى في نص الالف ب، يبقى بعد المحصله عن النقطه الف ساعتها هيبقى نص لام. فالاجابه بتاعتنا هي الاجابه رقم ج اللي بعديها. بيقول لك يتحرك جسم، طبعا السؤالين اللي فاتوا استاتيكا، اللي جاي ده ديناميكا. يتحرك جسم في خط مستقيم بحيث كان القياس الجبري المتجه موضع ر يعطي بالعلاقه الاتيه. ر ده اللي هو الموضع اللي هو س، فهو جاب لك الموضع ده اللي في ن. عايز اجيب القياس الجبري للسرعه عندما ن بتساوي 3. فانا معايا الموضع اهو، انا عايز اجيب السرعه. يبقى انت لو عايز تجيب السرعه يبقى انت هتروح تمسك الموضع تشتقه. فلما ابدا اشتق ده هيدي لك ساعتها 2 ن زائد 2، ده بالنسبه لنا هيبقى السرعه. فهو عايز يجيب القياس الجبري لما ن هتساوي 3، خلاص شيل النون واحط 3، فهيبقى 2 مضروبه في 3 زائد 2، فهيبقى 6 زائد 2 ب 8. يبقى القياس الجبري للسرعه هتطلع ب 8، يبقى الاجابه بتاعتنا هي الاجابه رقم ب. بيقول لك يتحرك جسم في خط مستقيم بحيث كان القياس الجبري المتجه السرعه يعطي بدلاله القياس الجبري للموضع. يعني هو جاب لي السرعه داله في الموضع، جاب لي السرعه داله في س اهو، جاب لك السرعه داله فين؟ داله في الموضع، عين بتساوي ر. فان مقدار العجله عندما ر بتساوي 2 متر هتساوي. لازم تبقى فاكر حاجه مهمه جدا، انا وانت عارفين طول ما كانت السرعه داله في س، يعني هنا السرعه داله في ر، يعني السرعه هنا هتبقى مثلا داله في س. فانت لو عايز تجيب العجله، فالعجله كانت بتساوي عين مضروبه في د عين على د س. يعني ما تقعدش تقول لي انا اروح اشتق واوصل للعجله، هي السرعه مش داله في ن. لو السرعه داله في ن بتشتق توصل لعجله.
انما هنا السرعه ده اللي في س ده اللي في ر، فالعجله هتساوي ع د ع د س. يعني انت بكل بساطه هتروح تشتق العين، فالعين لما نشتقها هتدي لك د ع على د ر، والراء هنشتقها هتدي لك 1. العين د ع د ر والراء اشتقاقها 1. انت بقى عايز تجيب العجله، يبقى العجله هتساوي ع مضروبه في د ع على د ر. طب العجله هي هتساوي العين مع سيادتك بكام بره؟ وده العين على د ر ب1، يبقى العجله هتساوي ر في 1، يبقى العجله هتساوي ر. هو بيقول لي سيادتك انا عايز اجيبها لما ر ب2، خلاص عوض عن ر ب2، فلما تعوض عن ر ب2 هتلاقي ساعتها انه قيمه العجله هتطلع مع سيادتك ب2، يبقى الاجابه بتاعتنا هي الاجابه رقم ا. اللي بعديها، ما زلنا في الديناميكا. جسم كتلته 12 كيلو جرام موضوع عند قمه مستوى ماء الاملس، ارتفاعه 20 متر، وبيصنع مع الافق زاويه قياسها س، فاذا انزلق الجسم في اتجاه خط اكبر من المستوى الاسفل فان مجموع طاقتي الوضع والحركه للجسم بعد 3 ثواني من بدء الحركه. طب واحده واحده كده نشوف انا وانت هنفكر هنا ازاي. انا معايا جسم كتلته 12 كيلو جرام موضوع عند قمه مستوى ماء، فانا سيادتك هروح راسم مستوى مائل اهو، فبدات ان انا احط هنا جسم، الجسم ده انت حطيته عند القمه، الجسم ده كتلته 12 كيلو جرام موضوع عند مستوى مائل ارتفاعه 20 متر، يبقى انا هنا معايا الارتفاع بتاع المستوى ب 20 متر، وبيصنع مع الافقي زاويه قياسها س، فاذا انزلق الجسم في اتجاه خط اكبر من المستوى الاسفل، يعني الجسم ده بدا ينزلق، فان مجموع طاقتي الحركه والوضع بعد 3 ثواني. اولا سيادتك الجسم ده وهو موضوع عند قمه المستوى، هل هيكون ليه طاقه حركه؟ قلنا قايلين لا. ليه؟ لان ده لما يهبط هيهبط من سكون، فمش هيكون ليه طاقه حركه، لكن هيكون ليه طاقه وضع. ليه هيكون ليه طاقه وضع؟ لان هو على ارتفاع من سطح الارض. فلو انا قلت لك عايز اجيب مجموع طاقتي الحركه والوضع بعد 3 ثواني، طب تعالى نجيب مجموع طاقتي الحركه والوضع يعني في اي ثانيه. يعني انا هنا اهو لو انا افترضت ان انا عند النقطه ا، فاسال سيادتك سؤال، هو الجسم هيكون ليه طاقه حركه عند ا؟ هتقول لي لا، يبقى طاقه الحركه عند ا بصفر. طب هل هيكون ليه طاقه وضع عند ا؟ ايوه مستر هيكون ليه طاقه وضع لان هو على ارتفاع. طب طاقه الوضع هيبقى عباره عن ايه؟ المسافه هنا مسافه راسيه، يبقى طاقه الوضع تبقى ك في د في اللام اللي هو المسافه الراسيه. طاقه الوضع تبقى ك د اللي هو الوزن بتاعك مضروب في لام اللي هو المسافه الراسيه. الكتله مع سيادتك ب 12، العجله مع سيادتك ب 9.8، اللام اللي هي المسافه الراسيه اللي هي 20، فهيبقى معاك 12 مضروبه في 9.8 مضروبه في 20، هتطلع معاك 2352 والوحده هتبقى جول. ده طاقتي الحركه والوضع عند ا. سيادتك بقى دول هيكملوا معاك حتى لو هو بيقول لك بعد 3 ثواني، يعني ده معناه ان طاقه الوضع وطاقه الحركه عند ا مجموعهم، طبعا طاقه الحركه وطاقه الوضع مجموعهم ثابت. الطاقه يا جماعه لا تفنى ولا تستحدث من العدم، فسيادتك هنا مجموعهم هيبقى ثابت ب 2352 حتى بعد 3 ثواني. بعد 3 ثواني بقى هو هيفقد وضع لكن هيكتسب ايه؟ حركه. المهم مجموعهم هيبقى ده، بس هو عايز يجيبها بالثقل كيلو جرام في متر، فما تروحش انت تختار بقى الاجابه رقم د، ده بالنسبه لنا جول، او انا قاسم على 9.8 عشان احولها بالثقل كيلو جرام في متر، فهتطلع ساعتها معاك ب 240. ف 240 ثقل كيلو جرام في متر، يبقى الاجابه بتاعتنا هي الاجابه رقم ا. بيقول لك الشكل المقابل ا ب ج د ه هو شكل سداسي منتظم مركزه النقطة م، فإذا كانت المجموعة بتكافئ ازدواج فإن ق هتساوي، أنا وأنت عايزين نجيب قيمة ق. طيب السؤال ده ليه كذا طريقة حل، والكذا طريقة حل مش هيجوا معاك سكة، هتلاقيهم صعبين شوية، فأنا هدي لك طريقة بسيطة قوي توصلك للحل بطريقة سهلة. هو قال لك إن المجموعة دي بتكافئ ازدواج، صح؟ يعني إيه بتكافئ ازدواج؟ يعني هنا هيكون في عزم ازدواج لكن المحصله هتساوي صفر، هنا مش هيبقى فيه محصله لان هو قال لك بتكافئ الزواج. دايما يا جماعه
اول لما تسمع تكافئ الزواج هيبقى عندك احتمالين او عندك طريقين، يا اما المحصله بصفر يا اما العزم عند اي نقطه مش هيساوي صفر. فتعالى بص على الشكل كده اللي هو جايبه لك. انا شايف هنا في 15 15 15 15 15، يبقى لازم هنا كمان يكون في 15 عشان يبقى المجموعه هنا بتكافئ الزواج، كلهم بيجوا ورا بعض تمام. وهنا يبقى 15 كده و15 كده. نفس ده بالنسبه للسداسي. بالنسبه للمثلث بقى انا شايف ان هنا في 5 وهنا في 5، يبقى لازم برضه هنا يكون في 5 علشان المثلث القوه دي ايضا مالها يا جماعه؟ تكافئ الزواج. هل في مشكله؟ سيادتك بما ان هم بيكافئوا الزواج يبقى لازم المحصله هنا تبقى مع سيادتك بصفر. يعني المفروض مجموع القوة دي كلها تطلع مع سيادتك في الآخر بكام؟ بصفر، عشان في الآخر دول يكافئوا الزواج فتخلص قيمة القاف اللي أنت عايزها. يعني جمع دول وساويهم بالصفر بس خلاص كده. يعني ساعتها هقول 5 زائد قاف زائد 15، الكلام ده هيساوي صفر. فهنا هيبقى 20، فلما اطلع بره يبقى ساعتها القوة بكام؟ بسالب 20. واحد يقول لي مستر هو في قوة بالسالب؟ لا يا عم، السالب ده هيبقى الاتجاه. يعني انت هتغير اتجاه القوه هنا عشان هنا يبقى 20 وهنا يبقى 20، يبقى فعلا ساعتها هيكافئوا الزواج وهتخلص قيمه القاف على كده. يبقى احنا رايحين انا وانت نختار الاجابه رقم ا، هتطلع معاك القوه ب 20. اللي بعديها بيقول لك في الشكل المقابل ا ب قضيب منتظم وزنه واو نيوتن، بيتصل طرفه ا بمفصل مثبت في ارض افقيه، واتزن القضيب بتأثير ازدواج جعل القضيب بيميل على الأفق بزاوية قياسها ثيتا. فإذا كان مقدار رد فعل المفصل ب10 فإن وزن القضيب هتساوي. واحدة واحدة كده نشوف هنتصرف هنا إزاي. أنا معايا هنا أ ب قضيب منتظم وزنه واو، وزن أصفر في منتصفه الأسفل، بيتصل بطرفه أ بإيه؟ بمفصل. هنا في مفصل في أرض أفقية، اتزن القضيب بتأثير ازدواج جعل القضيب يميل على الأفق بزاوية ثيتا. إذا كان رد فعل المفصل ب10 فإن الوزن هيساوي. في جملة هنا لازم تخلي بالك منها، اتزن بتأثير ازدواج. فأنا مجرد لما أسمع كلمة ازدواج يبقى أكيد في قوتين بيساووا بعض وفي عكس الاتجاه. فهنا حضرتك لقيت في قوة الوزن الأسفل، فلازم الوزن ده يبقى فيه قوة تانية معاها عشان تحقق الازدواج. فالقوة التانية اللي معاها هي رد فعل المفصل، فرد فعل المفصل هيكون في عكس اتجاه الوزن. يعني هنا المفصل كان عند ب، يبقى ساعتها رد فعل المفصل هيبقى الأعلى عشان يبقى الوزن الأسفل، ورد فعل المفصل هيبقى الأعلى، وقال لك رد فعل ب10. فلو رد الفعل ب10 يبقى ده معناه إن الوزن هيبقى ب10. ليه بقى الوزن ب10؟ عشان هو قال لك إن هم أثروا بازدواج، يبقى لازم القوتان تكون متساويتان في المقدار ومتضادتان في الاتجاه. بيقول لك اذا كانت القوه الاولى والقوه الثانيه، بص الكلام خلي بالك بالله عليك من الحته دي عشان دي مهمه قوي، مهمه قوي الفكره دي، خلي بالك. قال لك القوتين دول بيكونوا ازدواج، فان ا وب هتساوي. اول لما تسمع ان في قوتين بيكونوا ازدواج يبقى القوتين دول المحصله بتاعتهم هتبقى بصفر. معنى ان هم بيكونوا ازدواج يبقى ده معناه ان المحصله هتساوي صفر. يعني ده معناه ان ق واحد متجه زائد ق 2 متجه، الكلام ده في الاخر هيساوي صفر. جمع ق 1 زائد ق 2 هيبقى معاك هنا 3 زائد أ، الكلام ده في اتجاه السين. جمع الصاد هيبقى معاك هنا سالب ب ناقص 5، الكلام ده في اتجاه الصاد. خد بقى يلا 3 زائد أ وابدا سواها لنا بالصفر. ف3 زائد أ هتساوي صفر، يبقى الألف بسالب 3 اهو. خد لنا يلا السالب ب ناقص 5 هتساوي صفر، فلما تطلع بره يبقى الب بسالب 5. يبقى انا كده جبت الالف وجبت الايه وجبت الب، فهنا هيبقى الالف بسالب 3 والب بكام؟ بسالب 5. يبقى الاجابه بتاعتنا هي الاجابه رقم د. اللي بعديها بيقول لك انا معايا صندوق كتلته 50 كيلو جرام موضوع على ارضيه مصعد، كتلته 440 كيلو جرام. إذا تحرك المصعد لأسفل بعجلة كالآتي فإن مقدار الشد في الحبل. بص يا عمنا، أنا دلوقتي معايا مصعد أهو. المصعد ده قال لك إن في جواه صندوق كتلته 50 موضوع على أرضية مصعد. أدي صندوق أهو،
الصندوق ده كتلته كام؟ 50 على أرضية مصعد، المصعد ده كتلته بكام؟ ب 440. فإذا تحرك المصعد لأسفل، يبقى المصعد هنا اتحرك لأسفل، حلو الكلام، بعجلة، فإن مقدار الشد في الحبل. فحضرتك هنا أنت عمال تشد في الحبل. كنت قلت لسيادتك في فرق لما أنا عايز أجيب الضغط على أرضية المصعد والشد في الحبل. الضغط على أرضية المصعد يبقى أنا اللي هيشغلني كتلة الصندوق، ماليش دعوة بكتلة المصعد. إنما الشد في الحبل بتاع المصعد، الحبل ده بيشد حاجتين، الصندوق اللي جوه والمصعد نفسه. فأنت سيادتك عشان تجيب الشد، هو قال لك إن هو هيبقى هابط لأسفل، فساعتها هيبقى الشد بالنسبة لنا هو عبارة عن إيه؟ الكتلة مضروبة في عجلة الجاذبية ناقص عجلة الحركة. فالشد هيساوي الكتلة اللي هي هتبقى مجموع الكتلتين 50 و 440 هيبقى 900 أو 490. الدال اللي هي هتبقى 9.8 ناقص عجلة الحركة اللي هي 1.8. فأنا هروح ماسك دول، أبدأ بقى هو عايزها بالثقل كيلو جرام. لو أنت سبتها كده يبقى هتطلع بالنيوتن، لا مصر اللي يطلع هروح أقسمه على 9.8 عشان أخليها بالثقل كيلو جرام، يعني 490 مضروبة في 9.8 ناقص 1.8 على 9.8 تطلع معاك ب 400. يبقى 400 ثقل كيلو جرام. يبقى الإجابة بتاعتنا هي الإجابة رقم د. اللي بعديها يقول لك عامل بناء كتلته 70 كيلو جرام بيحمل على كتفه كمية من الطوب صاعدة أعلى سلم ارتفاع قمته عن سطح الأرض 12 متر، فإذا بذل شغل قدره 11760 جول حتى بلوغ قمة السلم، فإن كتلة الطوب هتساوي. عامل بناء ان هو مثلا انا كتلتي 70 كيلو جرام، فانا شايل على كتفي طوب وعمال ان انا اصعد السلم اهو. قال لك بيحمل على كتفه كميه من الطوب صاعدا لاعلى سلم ارتفاعه عن سطح الارض اهو. الشغل اللي بذله اهو. ممكن تجيب لي الكتله؟ طيب انت عارف ان الشغل المبذول هيبقى عباره عن القوه في المسافه. الشغل يا جماعه اهو، الشغل هنا هو عبارة عن القوة في المسافة. طيب مين القوة؟ هو قال لك الشغل المبذول من الوزن يا جماعة، ده الشغل اللي هو بذله. فالشغل المبذول من الوزن هيبقى القوة هتبقى كاف د في المسافة اللي هي هتبقى المسافة الرأسية. الشغل مع سيادتك ب 11760 جول، يبقى لازم ده يبقى بالنيوتن، ده لازم يبقى بالمتر. الكتلة بقى منقسمة لحاجتين، منقسمة لكتلتي أنا زائد كتلة الطوب اللي أنا شايله. فأنا هتعامل مع الكتلة اللي هي مجهولة، فأنا هنزل الكتلة زي ما هي اهي. الدال هتبقى 9.8 في المسافة هتبقى 12. اعمل كده بقى علشان سيادتك تروح تجيب لنا الكتلة. يعني أنا هاخد 11760 على 9.8 في 12، هتطلع مع سيادتك الكتلة دي 100. ممكن بقى سيادتك تفسر لي ال 100 دي عباره عن ايه؟ ال 100 دي عباره عن حاجتين، عباره عن كتله عامل البناء، كتله العامل زائد كتله الطوب، زائد كتله الطوب. فانت هيبقى معاك ال 100 دي هتمثل لك اهو كتله العامل اللي هي 70 زائد كتله الطوب. فانت عشان تجيب كتله الطوب هتروح عامل لنا ايه في ال 70 دي؟ ساحبها بره بعكس الاشاره. ف 100 ناقص 70 ب 30، يبقى ال 30 هتساوي كتلة الطوب. يبقى كتلة الطوب اللي انت عايز تشتغل عليها هتطلع مع سيادتك ب 30. يبقى الإجابة بتاعتنا هي الإجابة رقم أ. اللي بعديها بيقول لك في الشكل المقابل أ ب لوح خشبي منتظم وزنه 16 ثقل كيلو جرام وطوله 2 متر، بيرتكز في وضع أفقي على حاملين عند ج ود، وبيحمل صندوق وزنه 24 ثقل كيلو جرام. فإذا كان عند ج، إذا كان الضغط عن حاملين متساوي، فإن د ج هتساوي. أنا وأنت عايزين نروح نجيب الد ج. طيب واحدة واحدة كده نشوف أنا وأنت هنتصرف إزاي. أول حاجة سيادتك هو راسم لك رسمة جاهزة، كتر خيره، حلوة أوي. أنا بقى عايز ألعب معاك لعبة حلوة. إيه اللعبة الحلوة؟ أنا هروح أجيب رد الفعل. لو قال لك الحاملين دول متساويين،
فلو هو ده هيبقى خلاص بيرتكز في وضع افقي، يبقى ده معناه ان هو في حاله اتزان. يعني المحصله هتبقى بصفر، العزم عند اي نقطه هيساوي صفر. فانا هروح اقول اللي فوق هيساوي اللي تحت، فاللي فوق هيبقى 2 ر هيساوي اللي تحت اللي هو هيبقى 24 و16 هيبقى 40. لما تقسم على الاثنين يبقى هتلاقي ان ر بكام؟ ب 20. يبقى ده بالنسبه لنا 20 وده بالنسبه لنا 20. طيب انت عايز تجيب ايه؟ قال لك انا عايز اجيب الجيم د. طب ما تيجي انا وانت نجيب العزم عند اي نقطه هيساوي صفر. انسب نقطه نجيب العزم عندها هي النقطه ج. ليه؟ هتضيع لك ده وتضيع لك ده، دول مش هيبقى لهم عزم. اما اللي هيبقى لي عزم هو الكام؟ ال 20 وال 16. فسيادتك واحده واحده كده اهو هنبدا انا وانت نقوله العزم عند ج. فالعزم عند ج ايه الكلام ده؟ ساعتها هيساوي صفر. فلو العزم عند ج هيساوي صفر يبقى ده معناه ان دول مش هيكون ليهم عزم. فاللي هيكون ليه عزم هو ال 20 والكام؟ وال 16. فال 20 عشان تبدا تمشي هتبدا تمشي لها مع عقارب الساعه، يبقى سالب 20 في البعد العمودي بتاعك. فالبعد العمودي ده اللي هو هيبقى الجيم د. فالجيم د هي دي اللي انا عايز اجيبها. القوه اللي بعديها اللي هي ال 16. ال 16 هتمشي عكس عقارب الساعه، يبقى دي 16 في البعد العمودي. واحده واحده بقى نشوف انا وانت هنجيب البعد العمودي ازاي. الكلام ده هيساوي صفر. سيادتك هو قال لك ان هو منتظم وطوله ب 2 متر وزنه ب 16. يبقى ده بالنسبه لنا مستر هيبقى الوزن بتاعك اهو، ده هيبقى الوزن. فانت هنا بما ان ده ب 16 يبقى ده معناه ان ده هيبقى بواحد متر وده ساعتها هيبقى بواحد متر، صح كده؟ يعني ده معناه ان لو ده ب 20 يبقى ده معناه ان الجيم هي هتبقى بكام؟ ب 80 سنتيمتر. لان ده بالنسبه لنا هيبقى الوزن بتاعك، فده منتظم يبقى ده واحد ده واحد. فهنا ال 20 هو طول الالف ج، يبقى طول الجيم هي كلها بكام؟ 80 عشان انا ما اعرفش الجيم ده بكام، خلي بالك. يبقى ده بالنسبه لنا هيبقى ب 80 سنتيمتر. ظبط بقى حساباتك يلا. يبقى هنا ده هيطلع بره هيبقى 20 ج د. الكلام ده هيساوي 16 مضروبه في 80 هتبقى ب 1280. اقسم لنا بقى على 20 علشان نشوف الجيم د هتطلع مع سيادتك بكام. فلما تقسم على 20 هتطلع ان الجيم د ب 64 سنتيمتر. يبقى الاجابه بتاعتنا هي الاجابه رقم ب. السؤال اللي بعديه بيقول لك في الشكل المقابل انا عايز اجيب مقدار عزم القوه 20 نيوتن حول النقطه ا. عايز اجيب العزم عند ا. طيب فانا علشان اجيب العزم عند ا فالعزم عند ا هيساوي، نسال سيادتك القوه 20 عشان تمشي الالف هتمشي لها ازاي؟ مع عقارب الساعه. يبقى ساعتها هيبقى سالب 20 في البعد العمودي. فين البعد العمودي؟ القوه دي قوه مالها يا جماعه؟ راسيه، فالبعد هيبقى افقي. القوه دي قوه راسيه يبقى البعد هيبقى افقي. فانا عايز اجيب البعد ده، فانا هجيب البعد ده ازاي؟ ده بالنسبه للزاويه هيبقى مقابل، يبقى الوتر في جهه الزاويه، الوتر اللي هو 15 في جهه الزاويه اللي هو هيبقى جهه ثيتا. يبقى العزم عند ا هيبقى سالب 300. الكلام ده مضروب فيه جهه ثيتا، ده ساعتها بالنسبه لنا هيبقى العزم. فانت عايز تعرف الجهه ثيتا بكام عشان نقدر نجيب العزم بتاعها. انا دلوقتي حضرتك شايف ايدي دي، انا عايز اجيب العزم بتاع ايدي. فلو انا مشيت كده يبقى انا كده مشيت 90 درجه، صح؟ طب لو انا جيت رجعت تاني، لو انا مشيت كده يبقى انا مشيت 90 درجه. يعني ايدي تقدر تمشي من اول صفر لغايه كام يا جماعه؟ لغايه 180. يعني دايما الزاويه لو عايز تجيب العزم عندها من اول صفر لغايه كام؟ 180. يعني ده معناه ان الثيتا نفسها اهو على جنب كده، ده معناه ان الثيتا نفسها هتكون اكبر من او تساوي صفر واصغر من او تساوي 180. طب لو انت عايز تجيب جهه ثيتا فجهه ثيتا هتبقى جهه صفر بصفر وجهه 180 هتبقى بواحد. يعني ده معناه ان الجهه ثيتا هتكون محصوره من كام لكام؟ من صفر لواحد. فبناء عليه هتلاقي العزم عند ا اهو، هو عايز المقدار فكك من الاشاره السالبه، الجهه ثيتا من صفر لواحد مقفولين. لو جيت وزعت هنا يعني هتبقى العزم من اول صفر لغايه كام؟ لغايه 300. فمن صفر ل 300 ده ساعتها هيبقى العزم بتاعك. يبقى الاجابه بتاعتنا هي الاجابه رقم د. بيقول لك الشكل المعطى بيمثل منحنى القوة والزمن. فالقوة والزمن يعني دفع على طول.
لجسم يتحرك في خط مستقيم تحت تأثير قوة مقدارها ق نيوتن، إذا كان مقدار دفع القوة خلال الفترة من صفر لألف هو 56، وكان دفع القوة خلال الفترة الزمنية من ألف ل10 هتساوي. طيب تعالى كده كده أنا وأنت واحدة واحدة كده نشوف الدفع من أول صفر لغاية ألف. فمن أول صفر لغاية ألف ده ساعتها هيبقى الدفع بتاعك، فهو جاب لك القوة دالة في نون، فلو جه علاقة بين القوة والزمن يبقى الدفع هيبقى تكامل، والتكامل هنا يعني مساحة. يعني ده معناه إن الدفع أهو، الدفع من أول صفر لغاية ألف هو قال لك إن هو قيمته ب 56. أنا عشان هجيبه عن طريق المساحة. فمن صفر لألف أنا شايف إن أنا قدامي شبه منحرف، لأن أنا معايا قاعدة أهي ومعايا قاعدة أهي متوازيتان ومعايا الارتفاع. فساعتها مساحة شبه منحرف هيبقى نص حاصل ضرب مجموع القاعدتين في الارتفاع. فالقاعدة الأولى اللي هي هتبقى ألف زائد القاعدة الثانية اللي هي دي اللي هي هتبقى 6 في الارتفاع اللي هو هيبقى 8، ده اللي ساعتها هيبقى الارتفاع بتاعك. الكلام ده هيساوي كام؟ هيساوي 56. ظبط حساباتك بقى، نص ال 8 4، يبقى ده معناه ان 4 مضروبة في ألف زائد 6، الكلام ده هيساوي 56. روح بقى يا فندم اقسم لنا على 4، يبقى 56 لما تقسمها على 4 تدي لك 14، يبقى ألف زائد 6 هتساوي 14. فلما اطلع بره بعكس الاشاره هيبقى 14 ناقص 6 هتطلع معاك ان الالف بكام؟ ب 8. يبقى انا ربنا كرمني وقدرت اجيب الالف فطلع مع سيادتك ب 8، يبقى انا جبت الالف ب 8. فهو عايز يجيب الدفع خلال الفتره الزمنيه من الف ل 10، يعني من 8 ل 10. فانا اهو رايح اجيب الدفع خلال الفتره الزمنيه من اول 8 لغايه ال10، ده ساعتها هيبقى الدفع بالنسبه لك. فمن 8 ل 10 هنشتغلها ازاي؟ انا وانت هنروح نجيب مساحه. فالمساحه هنا هتبقى مساحه المثلث، بس خلي بالك ده اسفل محور السينات، يعني ساعتها هيبقى هنا بالسالب، فهتحط سالب قبليه اهو، ادي سالب في هنا مساحه المثلث نص القاعده في الارتفاع، ادي نص القاعده بالنسبه لنا ان هي من 8 ل 10 2 في الارتفاع اللي هو هيبقى الاربعه، فالنص هتروح مع الاثنين فهيتبقى معاك في الاخر سالب 4. يبقى الدفع خلال الفترة الزمنية دي هتطلع مع سيادتك في الآخر ب سالب 4. اللي بعديها يقول لك أنا معايا جسم كتلته 5 كيلو جرام موضوع على مستوى أفقي خشن، أثرت عليه قوة أفقية مقدارها 27 نيوتن، فحركته عن مستوى 10 متر. إذا كان الشغل المبذول من محصلة القوة دي خلال هذه المسافة بتساوي 25 جول، فإن معامل الاحتكاك الحركي بين الجسم والمستوى هيساوي. طيب بص يا عم سيادتك، أنا هبدأ أرسم رسمتي. أنا حطيت جسم على مستوى أفقي خشن، فهادي بالنسبة لنا هنا كان في جسم. الجسم ده قال لي إن كتلته ب5، يبقى أنا معايا هنا الكتلة هتبقى 5 د، وهنا هيبقى في رد الفعل. تمام. أثرت عليه قوة أفقية مقدارها 27، يبقى أنا أثرت عليه قوة أفقية مقدارها 27 فحركته على المستوى 10 متر. مجرد لما هو اتحرك والمستوى ده مستوى خشن يبقى اكيد هنا هيبقى في مقاومه او قوه احتكاك. لا مصر في قوه احتكاك، خلاص يبقى احنا هنحط الناحيه الثانيه م كفره. قال لك لما اتحرك مسافه 10 متر فان الشغل المبذول، بص بقى الشغل المبذول من محصله القوه خلال هذه المسافه، الشغل المبذول من المحصله كان طالع معاك ب 25، فان معامل الاحتكاك هيساوي. طيب هو الشغل عباره عن ايه؟ هتقول لي والله الشغل هو عباره عن القوه في المسافه. هو جاب لك الشغل جاهز فالشغل هيبقى ب 25. اسالك سؤال، مين القوه بقى يا جماعه؟ القوه اللي هي المحصله اللي اثرت على الجسم. فالمحصله هنا ده كان في اتجاه الحركه 27 ناقص عكس اللي في اتجاه الحركه م كفره، يبقى القوه هنا مقسمه لل 27 ناقص م كفره اللي في اتجاه الحركه ناقص عكس اللي في اتجاه الحركه. ان هو قال لي يا جماعه من محصله القوه. ايه الكلام ده؟ مضروب في المسافه. المسافه مع سيادتك بكام؟ قال لك اتحرك 10 متر، فهنا هيبقى معاك 25 هتساوي هنا هيبقى معاك 27 ناقص الميم كاف انا عايز اجيبها في رد الفعل. رد الفعل هو هيبقى 5 د، يعني 5 و9 و8 من 10.
الكلام ده هيكون مضروب في كام؟ في 10. فاعملهم على الآلة بقى وظبط حساباتك. يعني اقسم على 10 فهتبقى 25 على 10 فيها الاتنين ونص، طلع ال 27 بره، فهنا هيبقى ناقص 27، هتدي لك ساعتها سالب 24 ونص. يبقى على كده هيبقى سالب 24 ونص. ده ساعتها بالنسبة لنا هيبقى الطرف الأيمن، والطرف الأيسر هيبقى معاك 5 في 9.8 هتبقى سالب 49 م ك. اقسم بقى على سالب 49، يعني خد السالب 24 ونص اهي، اقسمها على 49، هتطلع معاك ان الميم كاف في الاخر بكام؟ بنص. يبقى انا قدرت اجيب الميم كاف فطلعت بنص، يبقى الاجابه بتاعتنا هي الاجابه رقم الف. اللي بعديها بيقول لك تتحرك سياره كتلتها 4 طن وقدره المحرك 10 حصان في خط مستقيم على ارض افقيه، فكان اقصى سرعه لها 65 كم كل ساعه، فان مقدار مقاومه الطريق هتساوي. طيب في سياره ماشيه في خط مستقيم على ارض افقيه، واحده واحده كده، ادي مصر ارض افقيه وادي في سياره، فالسياره دي ماشيه، هل السياره دي هتمشي لوحدها؟ لا، اكيد هنا هيبقى في قوه، وهنا لو هي ماشيه يبقى ساعتها هنا هيبقى في مقاومه. بس انا عايزك تخلي بالك من حاجه، قال لك ان هي اتحركت بايه؟ باقصى سرعه، فمعنى كلمه اقصى سرعه يبقى ده معناه ان القوه هتساوي المقاومه. يعني انت لو اتجدعنت وجبت القوه اكنك على طول سيادتك جبت الايه؟ جبت المقاومه. طيب انا هروح اجيب القوه ازاي؟ انا لقيت ان هو مديني القدره بتاعت المحرك اهو، مديني قدره المحرك ب 10 حصان، فانا وانت عارفين ان القدره من اصلا هي عباره عن القوه في السرعه. القوه في السرعه، صح يا مستر؟ صح. طب القدره معاك بكام؟ ب 10 حصان. ب 10 حصان. القوه ما هي دي اللي انا عايز اجيبها. في السرعه بكيلو متر كل ساعه، لا انا هخليها متر كل ثانيه، فهضرب في 5 على 18. انا بقى مش هقدر ان انا اخلي القدره بالحصان، مش هعرف اتعامل مع الحصان، لازم يا اما اخليها بالوات يا اما اخليها بالثقل كيلو جرام. لو انا عايز اخليها بالوات يبقى انا هضرب في 735، لو انا عايز اخليها بالثقل كيلو جرام في متر كل ثانيه اضرب في 75. بس الله خليها لنا بالوات عشان نطلع انا وانت القوه بالنيوتن. طيب يا عم يلا بينا. فانا رحت ضاربها في 735، يبقى هنا هيبقى معاك 10 في 735 على 75 في 5 على 18. فلما تعملها هيطلع معاك ان القوه هتساوي 352.8 نيوتن. طب لو انت عايزها بالثقل كيلو جرام، تعالى يا عم لو انت نقسم على 9.8، فلما تقسم على 9.8 اهو، قسمت على 9.8 هيطلع ساعتها معاك ان القوه هتساوي 36 ثقل كيلو جرام. القوه بقى يا فندم تحت مسمى ايه؟ المقاومه، يبقى المقاومه ساعتها هتطلع ب 36 ثقل كيلو جرام. يبقى الاجابه بتاعتنا هي الاجابه رقم د. بيقول لك في الشكل المقابل اذا كان مقادير القوه مقدره بالنيوتن فان مقدار القوه التي تضاف المجموعه لتكافئ الزواج. عايز اروح اجيب مقدار القوه اللي هتضاف لمجموعه فتكافئ الزواج. بص يا عم، هو المفروض انا شايف ان القوه دي ماخوذه في ترتيب دوري واحد زي ما انت شايف اهو، صح يا مصر؟ لو انا خدت القوه على طول ضلعها في 15 على 5 فيها الثلاثه، 39 على 13 فيها الثلاثه، 24 على 12 فيها الاثنين، يبقى انا عندي مشكله هنا. فعايز اشوف القوه اللي هتضاف للمجموعه دي بالاخص اللي هو في اتجاه ا ب علشان المجموعه تكافئ الزواج. ف 15 على 5 3، 39 على 13 فيها الثلاثه، فده معناها ان الميم بثلاثه، الميم دي اللي هي القيمه الثابته بتاعت القوه على طول الضلع. فانت عايز تعرف ال 24 عايز ازود عليها قاف واقسمها على ال 12 بس تطلع معاك في الاخر بثلاثه اللي مقامها واحد. فاعمل مقص، 1 في 24 زائد قاف هيدي لك 24 زائد قاف، 12 في 3 ب 36. فانا هروح مطلع ده بره بعكس الاشاره، فانا هيبقى معايا القوه هتساوي 36 ناقص 24، يبقى القوه اللي هتضاف للمجموعه علشان تكافئ الزواج لازم تبقى 12 وفي اتجاه الالف ب، يبقى 12 في اتجاه الالف ب
ده ساعتها هتبقى القوه بتاعتك. هل في مشكله؟ اللي بعديها بيقول لك اذا تحرك جسم كتلته 2 ن زائد 3 كيلو جرام في خط مستقيم وكان متجه الازاحه يعطي كداله في الزمن بالعلاقه الاتيه، فان مقدار القوه هتساوي. خلي بالك من السؤال ده لان السؤال ده بيمثل لك قانون نيوتن الثاني، وهيبقى فيه حته زئيبه احنا كنا منبهين عليها ايام الشرح. دلوقتي الكتله اللي قدام منك دي يا فندم دي كتله متغيره، انت جايبها لنا داله في نون، وبيقول لك انا معايا الازاحه. طيب عايز اجيب القوه، فطبعا انت عشان تجيب القوه فالقوه هتساوي الكتله في العجله. هتقول لك لا القوه مش هتساوي الكتله في العجله، لانك انت هنا بتتكلم معانا فين يا جماعه؟ في اشتقاق حاصل ضرب دالتين. يعني ايه اشتقاق حاصل ضرب دالتين؟ يعني انت كان عندك قانونين للقانون نيوتن الثاني، ان محصله القوه المؤثره على الجسم بتساوي معدل التغير في كميه الحركه. فهنا معدل التغير في كميه الحركه هتبقى د على د ن، بس هتبقى حاصل ضرب ايه بقى؟ الكتله في السرعه. ما ده التغير في كميه الحركه كتله في سرعه، بس انا هعمل ايه بقى؟ هروح اشتق وحاصل ضرب دالتين، لان انا مش هينفع اشتق السرعه فاوصل للعجل، لان انت عندك الكتله هنا كتله مالها متغيره. اولا احنا هنبقوا محتاجين نجيب السرعه، فانا عشان اجيب السرعه هبدا اشتق ده، ف3 على 2 ن تربيع نزل قص نزل ن نقص من قص 1 هيبقى 3 ن، والاثنين ن هتبقى اشتقاقها 2، ده السرعه. فساعتها هتلاقي ان القوه هتساوي اهو ادي د على د ن حاصل ضرب دالتين، الكتله مع سيادتك ب 2 ن زائد 3، الكلام ده مضروب في السرعه اللي هو هيبقى 3 ن زائد 2، واشتقنا بقى حاصل ضرب دالتين، فهنا هتلاقي ان القوه هتساوي. هيبقى الاولى اللي هي هتبقى 2 ن زائد 3، ادي الاولى، في مشتقه الثانيه اللي هي هتبقى 3 زائد الثانيه اللي هي هتبقى 3 ن زائد 2، في مشتقه الاولى اللي هي هتبقى 2 اهو. اشتقاق حاصل ضرب دالتين بالله عليك خلي بالك منها دي. بعد ما عملت كده هو ما قاليش عند ن بتساوي كذا، خلاص تعال نبسط انا وانت. فوزع هنا الثلاثه هنا وهنا وهنا، فلما تيجي توزع هيبقى 3 في 2 ن ب 6 ن، و3 في 3 ب 9. وزع 2 في 3 ن ب 6 ن، و2 في 2 ب 4. جمع 6 ن 6 ن، جمع 9 زائد 4 هتدي لسيادتك 13. يبقى ساعتها هيبقى 12 ن زائد 13، ده بالنسبه لنا هيبقى القوه المؤثره على الجسم. اللي بعديها بيقول لك في الشكل المقابل أ ب قديم مهمل الوزن طوله 30 سم واو نقطة في منتصفه. قال لك فإن طول الجيم د في حالة الاتزان وهو أفقي هتساوي. عايز أنا وأنت نجيب طول الجيم د. طب واحدة واحدة كده يا عم هنتصرفوا إزاي؟ أولا في حالة اتزان يعني أنت بتتكلم معايا إن هو أنا وأنت نجيب العزم بتاع 7.5 و7.5 هيكونوا ازدواج، والقاف والقاف ايضا هيكونوا ازدواج، يعني مجموع العزوم هتطلع مع سيادتك في الاخر بصفر. يعني اجيب عزم الازدواج هنا واجيب عزم الازدواج هنا واجمعهم واساويهم بالصفر او اساويهم ببعض على طول اللي يريحك. فانا هروح جايب العزم بتاع ال7.5 وال7.5 اهو، ده العزم الاول. فال7.5 وال7.5 هيمشوا مع بعض مع عقارب الساعه، يبقى سالب 7.5 في البعد العمودي اللي هو هيبقى الالف ب كله، والالف ب كله ب 30. يعني ساعتها هيبقى سالب 7.5 في 30 هيدي لك سالب 225. ده العزم عندي ايه؟ ده العزم الاولاني. العزم الثاني بتاع القاف والقاف، فالقاف والقاف هيمشوا عكس عقارب الساعه في البعد العمودي. البعد العمودي اللي هو ده من النقطه على خط عمل القوه، ده البعد العمودي. ده 60 فدي زيها هتبقى 60 بالتبادل، فده بالنسبه للزاويه مقابل، يبقى الوتر اللي هو هيبقى ج د في ج 60. فهنا هيبقى ج 60 بجذر، يبقى جذر 3 على 2 ق ج د اهو. هل في مشكله في ده؟ جذر 3 على 2 ق ج د، ده بالنسبه لنا هيبقى القوه بتاعتك، والقوه هنا قال لك ان هي ب 10. خلاص يبقى جذر 3 على 2 هنا القاف اهي عوض عنها ب 10 على طول، يبقى ساعتها هيبقى 10 في ساين 60 هتطلع مع سيادتك 5 يبقى 5 جذر 3 من ج د. خد دول بقى ساويهم ببعض او جمعهم وساويهم بالصفر مش تفرق معايا. فلما اساويهم ببعض يبقى انا ههمل الاشاره السالبه،
ف5 جذر 3 ج د الكلام ده هيساوي 225. اقسم على 5 جذر 3 يبقى 225 على 5 جذر 3 هتطلع معاك ب 15 جذر 3. يبقى 15 جذر 3 سنتيمتر ده بالنسبه لنا هيبقى طول الجيم د. خلاص. اللي بعديها ايه الاسئله المقاليه؟ بيقول لك في الشكل المقابل، ده سؤال السنه اللي فاتت ده، قوتان 3 و3 نيوتن متوازيتان وفي مستوى الدائره وكونوا ازدواج. يبقى القوتين دول هيكونوا ازدواج اذا كان ا د قطر في الدايره طبعا، عشان ده بالنسبه لنا هيبقى المركز. قياس زاويه ا ج ب ا ب قال لك ب 6 سنتيمتر. يبقى انا معايا ا ب اهو ب 6 سنتيمتر، وقال لك انه قياس زاويه ا ج ب ب 30، الزاويه دي ب 30. فان معيار عزم الازدواج، فانا عايز اروح اجيب العزم. مبدئيا مصر العزم 3 و3 هيمشوا عكس عقارب الساعه، يبقى دي 3 في البعد العمودي. فالبعد العمودي اللي هو هيبقى الالف د اللي هو هيبقى القطر ده. فانا علشان اجيب الالف د هتصرف ازاي؟ هنا بقى كان شغل السنه اللي فاتت. فاحنا هنعمل عمل بسيط. ايه العمل البسيط؟ بما ان هو وصل في الشكل الرباعي ده قطر ا ج، تعالى انا وانت برضه نوصل ده. فلو جينا وصلنا ده فهتلاقي ان الزاويه دي ايضا هتبقى ب 30، لان دول هيبقوا زوايا محيطيه ومشتركين في القوس اللي هو الالف ب. زوايا محيطيه ومشتركين في القوس اللي هو الالف ب، شغل اعدادي. فبما انك ان انت وصلت القطر ده يبقى ده معناه ان الزاويه دي هتبقى ب 90. فانت بقى معاك مثلث قائم اسمه الالف ب د، فالضلع المقابل للزاويه 30 هو نص الوتر. فهنا الضلع ده ب6 يبقى الوتر كله هيبقى ب 12، لان هو هيبقى نص الوتر. يبقى البعد العمودي اللي انت كنت عايز تجيبه الالف د انا جبته مصر ب 12 خلاص. فهيبقى 3 في 12 ب 36. ده ساعتها هيبقى العزم بتاعك، يبقى ال 36 هو قيمه العزم. اخر سؤال بيقول لك في الشكل المقابل علق جسمان كتلتهما 8 و6 كيلو جرام من طرفي خيط خفيف بيمر على بقرة صغيرة ملساء. إذا بدأت المجموعة الحركة من سكون والجسمان في مستوى أفقي واحد، هات المسافة الرأسية بين الجسمين بعد مرور ثانيتين من بدء الحركة. طب تعالى واحدة واحدة كده. أنت معاك هنا 8 كيلو جرام، يبقى ده هيبقى 8 د، وده ساعتها هيبقى 6 د. فأنت هنا هيبقى معاك طبعا هنا هيبقى الشد هنا أهو، وهنا هيبقى الشد هنا اهو. سيبك من المسافه الرأسيه دلوقتي، تعال نفكر نجيب العجله. طبعا ال8 ده هي اللي هتكسب، فده هيتحرك لاسفل وده هيتحرك لاعلى. فساعتها هيبقى اللي في اتجاه الحركه 8 د ناقص عكس اللي في اتجاه الحركه الشد. الكلام ده هيساوي الكتله العجله. هيبقى اللي في اتجاه الحركه اللي هو الشد ناقص عكس اللي في اتجاه الحركه 6 د. الكلام ده هيساوي 6 العجله. فانا هروح ماسك المعادلتين دول ورايح مجمع. فلما تجمع هيبقى الشد هيروح مع الشد. 8 د ناقص 6 د هتلاقي 2 د. 8 العجله و6 العجله هيدي لك 14 العجله. فانا علشان اروح اجيب العجله ابدا اقسم على 14. فلما تقسم على 14 يبقى 2 في 9.8 اللي هي د مقسومه على 14. فهيبقى معاك ادي 2 في 9.8 مقسومه على 14. فلما تعملهم هيدي لك ساعتها 1.4 متر لكل ثانية تربيع. ده ساعتها هيبقى العجلة. بعد ما سيادتك جبت العجلة، هو مش عايز يجيب العجلة بقى، هو عايز يجيب المسافة الرأسية بعد ثانيتين. اسمع الكلام اللي جاي بقى. المجموعة دي لما بدأت تتحرك اتحركت من سكون، يبقى السرعة الابتدائية بصفر. لما جت اتحركت 2 ثانية، يبقى أنا معايا الزمن ب 2 ثانية ومعايا العجلة. فتعالى انا وانت بقى نجيب المسافه العاديه. بالصار هي ايه الفرق بين المسافه اللي هتحركها المجموعه والمسافه الرأسيه؟ ما احنا قلنا ايام الشرح المسافه اللي هتحركها المجموعه هنا ده اتحرك 2 ثانيه، خلاص يبقى ده هينزل 2 ثانيه وده هيطلع 2 ثانيه، فاتحركت مسافه 5 متر، يبقى المجموعه اتحركت مسافه 5 متر. انما سيادتك لو قال لك المسافه الرأسيه ده هينزل 5 ده هيطلع 5، يبقى المسافه الرأسيه كلها هتبقى بكام؟ ب 10. فاحنا هنجيب المسافه نفسها وبعد كده نضربها في 2. فانا هكتب القانون الثاني بتاع العجله اللي هو هيبقى السرعه الابتدائيه الزمن زائد نص العجله الزمن تربيع. فالسرعه الابتدائيه كده كده هتبقى بصفر، شكرا، ادي نص. العجله هتبقى ب1.4
الزمن تربيع يبقى 2 تربيعها 4. فلما تعملهم على الآلة ادي نص في 4 هتطلع معاك ب 2.8 سنتيمتر ولا متر. هنا قال لك الزمن بالثانية يبقى ساعتها هتبقى متر عشان الكتلة بالكيلو جرام. فأنت عايز تجيب المسافة الرأسية، ففيه الرأسية يبقى أنا همسك ده أبدأ أضربه في 2، ف2.8 هضربها في 2، فلما تضرب في 2 هتدي لك ساعتها 5.6 متر. دي المسافة الرأسية اللي هتتحركها المجموعة. كده النموذج الأول خلص. تعال نخش على النموذج الثاني. تعال نسمي الله ونخش معاك في النموذج الثاني ونشوفه عندنا ايه. بسم الله. السؤال الاولاني بيقول لك اذا كانت القوه بتساوي 7 س كان العزم عند ا بيساوي العزم عند ب، حيث ا وب نقطتان في مستوى القوه ق، فان ا ب ماله؟ ا ب بقى هيمثل لك ايه في الاختيارات دي؟ سيادتك لو انت ركزت معايا واحده واحده كده، هو بيقول لك ان القوه بتساوي 7 س، يعني القوه هنا هي عباره عن كام وكام؟ 7 وصفر. قال لك وكان العزم عند ا بيساوي العزم عند ب. ده بالنسبه لنا معلومه مهمه جدا. لو العزم عند ا بيساوي العزم عند ب يبقى ده معناه ايه؟ انا مصر انا فاكر يبقى ده معناه ان خط عمل القوه هيوازي المتجه ا ب. طيب ولو خط عمل القوه بيوازي المتجه ا ب، هو عايز يعرف ا ب هتمثل لك ايه؟ معلومه بقى سيادتك كنا احنا قايلينها، القوه دي متجه، فاحنا ممكن نجيب ميل القوه. طب لو هي كمتجه بنجيب الميل ازاي؟ بناخد صاد نقسمها على السين. يعني طبعا انت عارف ان المتجه ملهوش ميل، يعني المتجه ليه متجه نفسه ملوش ميل، بس احنا بنجيب ميل القوه على اساس ان هنا في توازي، على اساس نقدر نحقق الالف ب ساعتها هيبقى ميلها بيساوي ايه. فانا عارف ان الميل دايما هو عباره عن صاد على السين، يعني هاخد صفر اقسمها على السبعه، فصفر على السبعه فيها الصفر، يبقى ده معناه ان ميل القوه هيطلع مع سيادتك بصفر. ولو القوه بتوازي الالف ب يبقى ده معناه ان ميل الالف ب هيطلع مع سيادتك بصفر. وانا عارف دايما لو الميل بصفر يبقى اللي ميله بصفر ده دايما هيوازي محور السينات، يعني ده معناه ان الالف ب كمتجه هتوازي محور السينات، يبقى الالف ب هتوازي محور السينات، يبقى الاجابه بتاعتنا هي الاجابه رقم ج، بيوازي محور السينات ان هو ساعتها هيبقى مستقيم افقي. اللي بعديها بيقول لك في الشكل المقابل القوى مستويه ومتوازيه ومقاسه بوحده نيوتن، وكان قياس الجب العزم المحصله حول النقطه ا بتساوي 150 جذر 3، فان ق هتساوي، انا وانت عايزين نجيب ق، جاب لك العزم عند ا جاهز. طيب تعالى نلعب انا وانت ايضا قوه متوازيه، بس خلي بالك هنا في قوه الاعلى قوه الاسفل قوه الاعلى قوه الاسفل، خلي بالك كمان في زاويه هنا ب 60 ماشي. فانا هروح راسم خط عمل اهو، هيبقى معايا هنا اول حاجه عند ا في قوه الاعلى، عند ه في قوه الاسفل، عند م في قوه الاعلى، عند د في قوه الايه؟ الاسفل. سيادتك هنا لو تاخد بالك انا معايا هنا عند ا هنا هيبقى في قوة معاك ب 5 ق، وهنا هيبقى معاك عند ه في قوة هنا هتبقى ب1 ق، وهنا عند م هيبقى في قوة ب2 ق، وهنا هيبقى في قوة ب2 ق عند النقطة د. طب الأبعاد اللي عندك هنا ده ب2 سنتيمتر، ده ب1 سنتيمتر، ده ساعتها هيبقى ب2 سنتيمتر. طيب انا بقى قال لي العزم عند ا عزم المحصله عند ا بيساوي 135 جذر 3، يبقى انا هروح اقول عزم المحصله عند ا الكلام ده هيساوي مجموع عزوم القوى حول نفس النقطه اللي هي هتبقى ا، فالعزم هنا 150 جذر 3. هنا لما تيجي تبص هتلاقي عند ا هنا مفيش عزم، القاف اللي هي 5 قاف مالهاش عزم، دول اللي هيكون ليهم ايه يا جماعه؟ دول اللي هيكون ليهم عزم. انا بقى عايزك تركز معايا في حاجه عشان واحنا بنجيب الابعاد هنا. اول حاجه هنتكلم معاك فيها هي القوه ق، القاف عشان تمشي هتمشي ازاي؟ عكس عقارب الساعه، يبقى ده بالنسبه لنا هيبقى ق اهو عكس عقارب الساعه في البعد العمودي. فين البعد العمودي؟ هروح مادد ده على استقامته فوق شويه ورايح هنا ساقط عمود اهو، همد ده على استقامته شويه وبعد كده هعمل ايه؟
هسقط عمود. فانت عايز تقول لي ده طبعا هيبقى ب 60 درجه، فده بالنسبه للزاويه الاسقاط العمودي اهو، ده بالنسبه للزاويه مقابل، عشان دي بالنسبه لنا هتبقى بتساوي ده بالتبادل يا جماعه. فده بالنسبه للزاويه مقابل، يبقى الوتر في جهه الزاويه، الوتر اللي هو 2 يبقى 2 في جهه الزاويه يبقى 2 جهه 60. نفس الكلام خلاص كده القاف شكرا، الاثنين قاف، بس الاثنين قاف هتمشي مع قائم الساعه، يبقى سالب 2 قاف. في البعد العمودي برضه هطلع ده بره اهو وهروح ساقط هنا عمود، فدي هتبقى 60. الوتر كله بقى هيبقى 3، يبقى 3 في جهه 60 اهو. بعد كده هيبقى القوه اللي بعديها اللي هي هتبقى 2 قاف، دي هتمشي عكس عقارب الساعه، يبقى هنا معاك 2 قاف في البعد العمودي، برضه مد على استقامته واعمل ايه؟ اسقط عمود، فهيبقى 5 جهه 60. وتعالى انا وانت نظبط حساباتنا بقى اهو. فانا هروح قاسم على جهه 60 كله، امسك ال 150 جهه 3 قاسمها على جهه 60، جهه 3 اقسمها على ساين 60، هتطلع مع سيادتك ساعتها ب 300، يبقى هنا 300 اهو. اقسم بقى على ساين 60، خلاص شكرا، ساين 60 شكرا، ساين 60 شكرا. فهنا هيبقى معاك 2 قاف، وهنا هيبقى معاك سالب 6 قاف، وهنا هيبقى معاك 2 في 5 ب 10 قاف، يبقى مجموعهم هيدي لك 6 قاف. اقسم لنا بقى على ال6، يبقى هتلاقي ان القاف هتطلع مع سيادتك في الاخر ب 50. يبقى الاجابه بتاعتنا هي الاجابه رقم د، فهتطلع القاف بكام؟ ب 50. اللي بعديها سؤال حلو. بيقول لك اذا كان القياس الجبري لازاحه جسم يتحرك في خط مستقيم يعطي بالعلاقه الاتيه، فان الحركه هتكون تقصيريه عندما، امتى الحركه هتكون تقصيريه؟ فانت عارف معنى كلمه تقصيريه، يعني حاصل ضرب السرعه في العجله اصغر من الصفر. فانت معاك الازاحه، تعالى اشتق عشان تجيب السرعه، فهيدي لك 24 ناقص 12 نون. اشتق عشان تجيب العجله، فهنا هيبقى سالب 12. فعشان قال لي ان الحركه هنا حركه تقصيريه، يبقى ده معناه ان حاصل ضرب السرعه في العجله الكلام ده هيكون ساعتها اصغر من الصفر. فالسرعه معاك اهي اللي هي هتبقى 24 ناقص 12 نون، الكلام ده مضروب في العجل اللي هو هيبقى سالب 12، الكلام ده اصغر من الصفر. اقسم على سالب 12 كده كده، لما تقسم على سالب اهو ادي 24 ناقص 12 نون، اقسم على سالب هتتغير علامته متباينه، ولما تقسم على سالب ساعتها ده هيبقى بصفر، كده كده هيبقى الصفر على اي حاجه فيها الصفر. طلع بره بعكس الاشاره، يبقى ال 24 هتبقى اكبر من 12 نون، اقسم على ال 12 يبقى ال 24 اصغر من الاثنين. يعني ايه ال 24 اصغر من الاثنين؟ يعني النون هتنتمي من اول صفر لغايه الاثنين. ليه الصفر مصر؟ ما هو ده زمن، هتقولي من سالب ما نهايه الاثنين، لا طبعا، فالصفر طبعا هيكون مقفول، انما الاثنين مالها مفتوحه. يبقى من صفر مقفول لاثنين مفتوحه، ده ساعتها الفتره الزمنيه اللي الحركه هتكون فيها تقصيريه. بيقول لك الشكل المعطى بيمثل منحنى السرعه والزمن، جاب لي علاقه بين السرعه والزمن لجسم يتحرك في خط مستقيم خلال الفتره الزمنيه من اول صفر لغايه 20. إذا كانت المسافة المقطوعة بالمتر خلال الفترة الزمنية دي في 1، وخلال الفترة الزمنية من 0 ل 20 في 2، فهنا في 1 على في 2. أولاً هو جاب لك علاقة بين السرعة والزمن، جاب لي علاقة بين السرعة والزمن، فالمسافة بالنسبة لك هتبقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن تكامل. لأن أنا لو معايا المسافة وعايز أجيب السرعة بشتق، بجيبها عن طريق الميل يعني. طب انا دلوقتي معايا السرعه وعايز اروح اجيب المسافه، يبقى انا هكامل، والتكامل هنا يعني مساحه. فانت عايز تشتغل من اول صفر لغايه الاربعه، ده المسافه الاولى. فمن صفر لاربعه انا شايف ان انا هيكون قدامي مثلث قائم اهو من صفر لاربعه. فهنا هيبقى المسافه الاولى اللي هي من اول صفر لغايه الاربعه بتتكلم في مثلث قائم، مساحه مثلث قائم الزاويه. فمساحه المثلث هي نص القاعده في الارتفاع، ادي نص القاعدة اللي هي هتبقى 4 في الارتفاع اللي هو 4، فهيدي لك 8. طب المسافة الثانية اللي هي هتبقى من أول 4 لغاية 20، من أول 4 لغاية 20، فمن أول 4 لغاية 20 دي ساعتها هتبقى مساحة مستطيل أهو، من أول 4 لغاية 20 دي مساحة مستطيل، فهيبقى الطول في العرض من 4 ل 20 16،
ده الطول، العرض هيبقى 4 ف16 في 4 ب 64. ده ساعتها المسافة الثانية. هو عايز يجيب المسافة الأولى على المسافة الثانية، فالمسافة الأولى 8 على المسافة الثانية 64، ف8 على 64 هيبقى فيها 1 على 8، يبقى الإجابة بتاعتنا هي الإجابة رقم ج. اللي بعديها يقول لك سقط جسم كتلته كاف كيلو جرام رأسيا لأسفل من ارتفاع 30 متر عن سطح الأرض. إذا كان طاقة وضع الجسم بعد 2 ثانية من لحظة سقوطه بتساوي 509.6 جول، فإن كاف هتساوي كام بالكيلو جرام؟ أنا وأنت عايزين نروح نجيب كاف. طيب سيادتك أنا معايا جسم أهو، الجسم ده أنت قلت لي إن كتلته هتبقى كاف، فقلت لي ان الجسم ده سقط رأسيا لأسفل من ارتفاع 30 متر. فسيادتك معنى كلمة سقط يعني السرعة الابتدائية بصفر. سقط يبقى أنا معايا عجلة 9.8، سقط من ارتفاع 30 متر، يعني المسافة اللي هو ممكن يصل بيها لسطح الأرض هي 30 متر. تمام. قال لك إذا كانت طاقة الوضع بعد 2 ثانية من لحظة سقوطه بديها، جاب لك طاقة الوضع بعد 2 ثانية بيساوي ده، فأنا عايز أجيب الكتلة اللي هي كاف. فالطاقة بتاعت الوضع اللي هو جايبها لك، هو جايبها لك بعد 2 ثانية، فأنا سيادتك هبقى محتاج أعرف بعد 2 ثانية الجسم ده كان على ارتفاع إيه من سطح الأرض. يعني إيه رأيك سيادتك لما تروح تقول لي أنا معايا سرعة ابتدائية ومعايا عجلة ومعايا زمن، فتعالى أنا وأنت نجيب المسافة اللي هو قطعها بعد ثانيتين هتبقى ايه؟ اشمعنى مصر؟ لان انا معايا المسافه كلها ب 30، ساعتها هطرح منها المسافه اللي هو بعد ثانيتين، فهيدي لك المسافه اللي هو ارتفاعها عن سطح الارض، لان المسافه دي هو اللي جاب لك طاقه الوضع بتاعها يا جماعه. هو قال لك اهو كان طاقه الوضع بعد ثانيتين من لحظه سقوطه هتساوي ده، فانا عايز اجيب بعد ثانيتين مسافه قد ايه؟ اكتب قانون تاني. فهنا هتلاقي ان المسافه هتساوي السرعة الابتدائية الزمن زائد نص العجلة الزمن تربيع. فهنا هتلاقي المسافة هتساوي السرعة الابتدائية بصفر فوق اهو ادي نص العجلة اللي هي 9.8 في الزمن تربيع 2 تربيع 4. شوف المسافة بكام؟ فهنا هيبقى معاك نص في 9.8 في 4، فأنا هيبقى معايا 19.6، ده ساعتها هيبقى المسافة. فالمسافة بعد ثانيتين ب 19.6. طب أنا بقى هعمل إيه؟ هروح ماسك ال 30 طرح منها 19.6، هتدي لك 10.4. يبقى بص بقى ارتفاع الجسم عن سطح الأرض، ارتفاع الجسم عن سطح الأرض بعد ثانيتين هيبقى عبارة عن كام؟ 10.4 متر. فبناء عليه بقى تعالى بقى طاقة الوضع ده ساعتها هيبقى المسافة بتاعتك ايه؟ ادي 10.4 متر، ده ارتفاع عن سطح الأرض بعد ثانيتين. هو عايز يجيب الكتلة، ما أنا معايا طاقة الوضع، طاقة الوضع هي عبارة عن كاف د مضروبة في المسافة. طاقة الوضع بالجول أهو 509.6، الكاف معرفش، الدال ب 9.8، اللام اللي هي المسافة الرأسية 10.4. اعمله مع الآلة واللي يطلع اقسم عشان تجيب الكتلة. يعني هيبقى معاك 509.6 مقسومة على 9.8 في 10.4، فهتطلع معاك إن الكتلة ب5 كيلو جرام. ده ساعتها هيبقى الكتلة بالنسبة لك، يبقى الإجابة بتاعتنا هي الإجابة رقم ج. اللي بعديها يقول لك في الشكل المقابل بتؤثر القوى اللي مقاديرها 2 و2 جذر 3 و4 نيوتن في الاتجاهات الآتية على الترتيب. بص بقى الجملة اللي جاية دي، وكانت القوى ممثلة تمثيلا تاما بأضلاع المثلث ده، وكانت المجموعة بتكافئ ازدواج، فإن تكافئ ازدواج عزمه 16 جذر 3، فإن مساحة المثلث هتساوي، أنا وأنت عايزين نجيب مساحة المثلث. طيب القوة ممثلة تمثيلا تاما بأضلاع المثلث، يعني ايه ممثلة تمثيلا تاما بأضلاع المثلث؟ يعني مثلا هنا القوة دي ب2، ممكن نخلي مثلا طول الضلع هنا هيبقى 2 س. قوة هنا ب2 جذر 3، يبقى طول الضلع هنا هيبقى 2 جذر 3 من س. هنا هيبقى 4، يبقى خلي طول الضلع هنا 4 س.
ده معناه ان القوة ممثلة تمثيلا تاما باطوال اضلاع المثلث. طيب انت سيادتك بقى عايز تعمل ايه؟ انت عايز تروح تجيب المساحة بتاعت المثلث ا ب ج. فانا عشان اجيب المساحة انا هستغل ان انا معايا العزم هنا ب 16 جذر 3. طب انا لو معايا العزم ب 16 جذر 3 انا ممكن اجيب قيمة السين نفسها، وبعد ما اجيب السين اقدر اجيب مساحة المثلث، لان ده بالنسبة لنا هيبقى مثلث قائم الزاوية، فاللعبة معاك هتبقى اسهل اللي احنا نروح نجيب المساحة. فانا عايز اجيب السين، فانا هستغل العزم ب 16 جذر 3. طب انا هستغلها ازاي؟ او هجيب العزم عند ا، اجيب العزم عند ب، اجيب العزم عند ج، اللي يريحك هات العزم عند اي نقطة فيهم. فتعالى انا وانت مثلا نروح نجيب العزم عند ج اهو. فالعزم عند ج الكلام ده هيساوي 16 جذر 3. يبقى ده معناه هل في قوة ملهاش عزم؟ ايوه مستر، الاربعة ملهاش عزم ولا الاثنين جذر 3 ليه عزم. مين اللي هيكون ليه عزم؟ اللي هيكون ليه عزم هو الاثنين بس. فالاثنين عشان تمشي الجيم هتمشي عكس عقارب الساعة، يبقى ادي الاثنين في البعد العمودي. فين البعد العمودي؟ اهو. ده هيبقى البعد العمودي بالنسبة لك اللي هو هيبقى 2 جذر 3 من س. ده هيبقى البعد العمودي. ايه الكلام ده؟ هيساوي 16 جذر 3. فهنا هتلاقي 2 في 2 ب4، لما تقسم مع جذر 3 هتلاقي ان السين هتطلع مع سيادتك ب 4 سم. يبقى انا ربنا كرمني وقدرت اجيب السين فطلعت ب4 من العزم. بعد ما جبت السين ب4 تعالى بقى هيبقى 2 في 4 ب 8، وهنا هنروح نضرب معاك في 4. ف4 في 2 جذر 3 هيدي لسيادتك ساعتها 8 جذر 3. يلا بينا بقى انا وانت نجيب المساحه. خلاص بقى معايا ضلعين وزاويه محسوبه اهي ب 90. فانا عشان اجيب مساحه المثلث فمساحه المثلث هتساوي ادي نص حاصل ضرب طول ضلعين ادي 8 في 8 جذر 3 في جذر الزاويه اللي بينهم اللي هي هتبقى جايه 90. وعلى الاله بقى هيبقى معاك هنا نص في 8 في 8 جذر 3. فلما تعملهم هيدي لك ساعتها 32 جذر 3. يبقى 32 جذر 3 ده ساعتها هيبقى المساحة بالنسبة لك. فالإجابة بتاعتنا هتبقى الإجابة رقم أ. اللي بعديها بيقول لك في الشكل المقابل القياس الجبري لعزم القوة 50 جذر 2 نيوتن بالنسبة للنقطة أ هتساوي. أنا وأنت عايزين نروح نجيب العزم. طيب أنا علشان أروح أجيب العزم يبقى أنا همسك ال 50 جذر 2 دي أبدأ إن أنا أحللها في اتجاهين متعامدين. فانا هقول لل 50 جذر 2 شكرا، هبدا احللها، واحد في اتجاه خط اكبر من والتاني في الاتجاه العمودي عليه، ده مع الزاويه. يبقى ده ساعتها هياخد 50 جذر 2 جتا 45 عشان ده اللي هيبقى مع الزاويه، وده ساعتها هياخد 50 جذر 2 في جا 45. وتعالى انا وانت بقى نروح نجيب العزم عند ا. فالعزم عند ا هيساوي طبعا دي عشان تمشي الالف هتمشي لها مع عقارب الساعه، يبقى سالب 50 جذر 2 جتا 45 في البعد العمودي. القوه دي قوه مالها افقيه، يبقى البعد هيبقى راسي 1.4. 50 جذر 2 جا 45 هتمشي عكس عقارب الساعه، يبقى ادي 50 جذر 2 جا 45 في البعد العمودي. القوه دي قوه مالها رأسية، فالبعد هيبقى أفقي هيبقى 4/10. وبعد كده تعالى أنا وأنت نعمله مع الآلة. هيبقى سالب 50 جذر 2 قوسين 45 في 1.4. الكلام ده زائد 50 جذر 2 50 جذر 2 صح كده 50 جذر 2 جا 45 في 4/10. هتطلع مع سيادتك ب سالب 50. يبقى ساعتها هيطلع معاك ب سالب 50. هو عايز يجيب العزم وانا معايا العزم. لو عايز يجيب القياس الجبري يبقى ننزل عادي سالب 50 زي ما هي. قياس الجبري يا جماعه عادي موجب او سالب. يقول لك الثابت قوه افقيه ق على جسم في حركته جسم كتلته ك موضوع على مستوى افقي، فحركته من السكون المسافه دي خلال فتره زمنيه، فإن الشغل المبذول من القوة خلال هذه المسافة ب 4.9. فإن ق هتساوي أنا حطيت جسم على مستوى أفقي أهو،
الجسم ده انا رحت حطيت هنا عليه المستوى، قال لك الجسم ده كتلته كام؟ ماشي. موضوع على مستوى اثرت عليه بقوه، قوه هنا كانت قوه افقيه ادي قاف، فبدا ان هو يعمل ايه؟ قال لك فبدا ان هو يتحرك مسافه ما، هو ما ذكرليش هنا مقاومه، يبقى القوه اللي اثرت على الجسم هي القوه قاف. قال لك حتى الشغل المبذول منها ب 4.9، فان قاف هتساوي، فخلينا متفقين ان الشغل هنا هيبقى عباره عن القوه مضروبه في المسافه. الشغل المبذول هو ب 4.9، القوه انا ما اعرفش بكام، في المسافه هتبقى 1.96، اقسم على 1.96 عشان توصل القوه، فانا هيبقى معايا 4.9 اقسمها على 1.96، هتطلع معاك ان القوه ب 2.5 نيوتن. يبقى انا قدرت اجيب القوه فطلعت مع سيادتك ب 2.5 نيوتن. فالاجابه بتاعتنا هي الاجابه رقم ج. بيقول لك جسم كتلته 40 جرام يتحرك في خط مستقيم وكانت العجله بتاعته داله في الزمن. قال لك فان التغير في كميه الحركه خلال الفتره الزمنيه من 2 ل 4 هتساوي تغير في كميه الحركه. تغير في كميه الحركه كان ليها قانونين، يا اما كان الكتله في السرعه قبل زائد او ناقص السرعه بعد، يا اما كان بالتكامل، كان الكتله في تكامل العجله بالنسبه للزمن، والتكامل تكامل محدد. انا هستخدم القانون الثاني يا جماعه، التغير في كميه الحركه هيساوي الكتله في تكامل العجله بالنسبه للزمن من الزمن الثاني للزمن الاولاني. فهنا هيبقى التغير في كميه الحركه هتساوي الكتله مع سيادتك بكام؟ الكتله مع سيادتك بكام؟ قال لك ب 40، ادي 40 في تكامل العجله بالنسبه للزمن، العجله معاك ب 2 ناقص 8 بالنسبه للزمن خلال الفتره الزمنيه من اول 4 لغايه 2، وسيادتك ابدا العب على الاله. فانا هيبقى معايا ادي تكامل 2 ن ناقص 8، الكلام ده من اول 2 لغايه 4، واللي هيطلع اضربه في 40، فهتطلع معاك بسالب 160. يبقى سالب 160 ده هيبقى التغير في كميه الحركه، فالاجابه بتاعتنا هتبقى الاجابه رقم ب. اللي بعديها بيقول لك قوتان متوازيتان ومتحدة الاتجاه مقدارهما 7 و10 نيوتن تؤثران في النقطتين أ وب، حيث أ ب بتساوي 51. إذا كانت المحصلة بتؤثر في النقطة ج فإن أ ج هتساوي، طيب قوة متوازية، أدي يا عم خط عمل أهو، معايا قوتان متحدتان الاتجاه، أدي يا عم في نفس الاتجاه أهو، القوة الأولى ب7، القوة الثانية ب10 على الترتيب، واحدة أثرت في أ واحدة أثرت في ب، فالقوتين دول هتبقى المحصلة تقع بينهما وفي نفس اتجاه القوتين، فين معرفش، هنقول أثرت في النقطة ج. هو قال لك إن الأ ب كلها بكام؟ ب 51، فاحنا خلاص يبقى هنخلي في واحدة س والتانية هتبقى 51 ناقص س، على أساس لما نجمعهم هيبقى معاك ال 51. فكانت المحصلة بتؤثر في النقطة ج، أنا عايز أروح أجيب أ ج اللي هي س، فأنا هعمل إيه؟ هاخد القوة الأولى ببعدها عن المحصلة هتساوي القوة الثانية ببعدها عن المحصلة. القوة الأولى اللي هي 7 فبعدها عن المحصلة اللي هي س هتساوي القوة الثانية اللي هي 10، فبعدها عن المحصلة 51 ناقص س. فأنا هيبقى معايا 7 س، وزع ال 10 هنا ووزع لنا كمان ال 10 هنا، فلما تطلع بره يبقى 17 س هتساوي 510. اقسم لنا بقى على ال 17، ف 510 لما اقسمها على ال 17 هتطلع مع سيادتك ان الس بكام؟ ب 30. يبقى انا قدرت اجيب الس ب 30، ودي 51 ناقص 30، هو عايز يجيب الالف ج، يبقى الالف ج هتطلع مع سيادتك في الاخر بكام؟ ب 30. اللي بعديها بيقول لك في الشكل المقابل أ ب ج د شبه منحرف قائم الزاوية في أ، قائم الزاوية في أ، أثرت القوى الآتية وكانت المجموعة بتكافئ الزواج، فإن معيار عزم الازدواج هتساوي، أنا وأنت عايزين نجيب معيار عزم الازدواج. هتصرف هنا إزاي يا جماعة؟ بص يا عمنا، لو تاخد بالك القوى دي كلها ماشية في ترتيب دوري واحد، يعني هنا 40 هنا 48 هنا 15 هنا 52، 40 على 10 فيها ال4، 48 على 12 فيها ال4، 60 على 15 فيها ال4،
ممكن كمان اشوف 52 على كام، برضه هتطلع ب4. طب انا دي هجيبها ازاي يا عم؟ اهو كنا بنبدا انا وانت نوصل هنا عمود، فبنبدا نفصل. ده بالنسبه لنا هيبقى 10، ده ب15، يبقى ده 10، ده برضه هيبقى 5، وده 12، يبقى ده ساعتها في ثوابت بكام؟ ب13. ف 52 على 13 برضه فيها الكام؟ فيها ال4. يبقى انت كده بقى معاك الميم اللي هو هيبقى القيمه الثابته ب4. ادي الميم القيمه الثابته ب4. فانت عشان تجيب العزم، فالعزم هيبقى ضعف مساحه الشكل في ميم، او العزم هيبقى ضعف مساحه الشكل. الكلام ده مضروب في كام؟ في ميم. ضعف مساحه الشكل في ميم. فهنا هتلاقي ان العزم هتساوي، هنا دول ماشيين مع عقارب الساعه، خلي بالك. يبقى هو عايز العزم معيار مش هتفرق، ادي 2. مساحه الشكل هو هيبقى مساحه شبه منحرف، فنص حاصل ضرب مجموع القاعدتين في الارتفاع. مجموع القاعدتين، القاعده الاولى 15 والقاعده الثانيه فوق هتبقى 10، يبقى نص حاصل ضرب مجموع القاعدتين في الارتفاع اللي هو هيبقى 12. ده مساحه الشكل في ميم اللي هو هيبقى 4. فهتلاقي النص مع الاثنين مع السلامه، 15 زائد 10 25، يبقى 25 في 12 في 4 هتدي لسيادتك 1200. يبقى انا هنا جبت العزم، فالعزم هنا طلع معانا ب 1200. يبقى الاجابه هي الاجابه رقم ج. اللي بعديها بيقول لك قضيب منتظم طوله 180 سم ووزنه 60 نيوتن معلق في وضع افقي بواسطه خيطين خفيفين رأسيين من طرفي أ وب، وبيحمل القضيب ثقل مقداره 150 نيوتن عند ج من القضيب. إذا كان مقدار الشد في الخيط عند أ ضعف مقدار الشد في الخيط عند ب، فإن أ ج هتساوي. عايز أنا وأنت نروح نجيب الألف ج. طيب واحدة واحدة كده نشوف هنتصرف إزاي. أول حاجة إن القضيب ده معلق في وضع أفقي. أنا معايا قضيب منتظم، القضيب ده هسميه أ ب. فمعنى كلمة منتظم يعني الوزن هيأثر في منتصفه الأسفل، يبقى هنا الوزن هيبقى ب60. القضيب ده طوله 180، يبقى الحتة دي ب90، يبقى الحتة دي ب90. اتقل عليها علشان لو في أي تعديلات بس في الأطوال. معلق في وضع أفقي بواسطة خيطين رأسيين من عند أ وب، يبقى عند أ وعند ب أنا رحت عملت إيه؟ علقت. فمن عند أ هنا هيكون في شد، وعند ب هيكون ايضا في ايه؟ شد. وبيحمل القضيب ثقل مقداره 150 عند ج من القضيب، فان مقدار الشد في الخيط عند أ ضعف مقدار الشد في الخيط عند ب. الشد عند أ ضعف عند ب، يعني مثلا لو انا خليت دي ش بس، يبقى دي ساعتها هتبقى 2 ش، لو دي ش يبقى دي ساعتها هتبقى 2 ش. ده هيبقى ضعف ده. خلاص تمام. فهو كان قبليها قال لك ان انا علقت ثقل 150 عند ج. طب فين الج؟ معرفش، نزلها لنا يا عم في اي حته اهو. ده ساعتها هيبقى النقطه ج، وهنا هيبقى في ثقل مقداره كام؟ 150 اهو. خلينا متفقين ان القضيب طوله كان 180، يبقى ده 90، وده كله هيبقى 90. الالف ج بكام؟ انا ما اعرفش. فتعالى انا وانت بقى نشوف ان القضيب ده خلاص اتزن، لان هو بقى معلق في وضع افقي، يبقى اقدر اجيب الشد. فاللي فوق، مجموع اللي فوق هيبقى 3 ش هيساوي مجموع اللي تحت لو هيبقى 210، ل 150 زائد 60. فلما تقسم على الثلاثه هتلاقي ان الشد هيطلع مع سيادتك ب70. فلو الشد ده ب70 يبقى هنا هيبقى 2 في ش ب 140، وهنا هيبقى 70. حلو. الخطوه اللي بعديها بقى، تعالى انا وانت نجيب العزم عند اي نقطه. العزم عند اي نقطه هيساوي صفر، فانا هروح اجيب العزم عند أ. ليه العزم عند أ هيساوي صفر؟ لان القضيب بقى في حاله اتزان، يبقى ده معناها ان 140 ملهاش عزم. ايه اللي هيبقى ليها عزم؟ هو ال 150 وال 60 وال 70. 150 هتمشي عكس عقارب الساعه في البعد بتاعها اللي هو الالف ج. ال 60 هتمشي عكس عقارب الساعه في البعد بتاعها اللي هو 90. ال70 هتمشي مع عقارب الساعه، يبقى سالب 70 في البعد بتاعها اللي هو هيبقى 180. الكلام ده هيساوي صفر. فهنا هيبقى معاك 150 أ ج هتساوي، هيبقى معاك 60 في 90 ناقص 70 في 180، تطلع سالب 7200. طلع بره يبقى 7200. اقسم بقى على 150. 150 لما تقسمها على 7200 هتطلع ان الألف ج ب 48.
يبقى الألف ج ب 48 سنتيمتر، يبقى الإجابة بتاعتنا هي الإجابة رقم أ. اللي بعديها بيقول لك الشكل المعطى بيمثل منحنى القوة والزمن لجسم يتحرك في خط مستقيم تحت تأثير قوة مقدارها ق نيوتن. إذا كانت النسبة بين دفع القوة خلال الفترة الزمنية من صفر أ إلى دفعها خلال الفترة الزمنية من أ ل6 هتساوي 3:1. فإن أ هتساوي، أنا وأنت عايزين نجيب قيمة الألف. طيب واحدة واحدة كده نشوف هنتصرف أنا وأنت إزاي. طبعا زي ما أنت شايف هو جاب لك علاقة بين القوة والزمن، يعني أنت هنا بتتكلم في الدفع، فالدفع بالنسبة لنا هيبقى مساحة. فلما أجي أبص معاك قال لك الدفع من أول صفر لغاية أ، آدي من أول صفر لغاية أ. فمن صفر لأ أنا شايف إن أنا قدامي هنا يا جماعة مستطيل أو قدامي هنا مربع على حسب إن أنا هروح أجيبه. فأنت هنا هتروح تجيب لي الدفع في الفترة الزمنية من أول صفر لغاية أ، فهيبقى عبارة عن الطول في العرض، يعني هيبقى عبارة عن 6 ألف اللي هو هيبقى أ في 6. بعد كده هروح أجيب الدفع خلال الفترة الزمنية من أ ل6، فهنا هروح أجيب الدفع من أول أ لغاية 6. طب دي احنا هنجيبها ازاي؟ تعالى بص كده، من أول أ لغاية 6 أنا شايف إن أنا شغال على شبه منحرف. فشبه منحرف يعني نص حاصل ضرب مجموع القاعدتين في الارتفاع، ادي نص حاصل ضرب مجموع القاعدتين. القاعده الاولى هي اللي هي بالنسبه لنا طبعا القاعده الاولى والقاعده الثانيه هم القاعده الاولى اللي هي كل ده 6 في القاعده الثانيه اللي هي دي اللي هي 2 في الارتفاع. مين الارتفاع؟ ده بالنسبه لنا مصر هيبقى الارتفاع. طب هل انت عايز ده من أ ل6؟ هل عارف ده بكام؟ لا، يعني مثلا لو ده ب4 وده ب6 يبقى اللي بينهم 2، لو ده ب5 وده ب6 يبقى اللي بينهم 1. طب انا بجيبها ازاي؟ باخد ده اطرح منه ده، هاخد ده اطرح منه ده، يبقى ده ساعتها هيبقى 6 ناقص أ. ده بالنسبه لنا هيبقى الشغل بتاعك في الدفع. هو بيقول لك بقى ان النسبه بين دي وبين دي 3:1، فانا هاخد النسبه الاولى اللي هي هتبقى 6 أ على النسبة الثانية، يبقى 6 زائد 2 هتبقى 8. 8 لما اضربها في نص 4 اوزعها هنا وهنا، 4 في 6 ب 24 ناقص 4000. ايه الكلام ده؟ هيساوي 3 لمقام 1. اعمل مقص هيدي لك 1 في 6 أ ب 6000. 3 في 24 هتدي لي اهو 3 في 24 تدي لك 72، و3 في سالب 4 أ بسالب 12000. طلع بقى بره بعكس الاشاره، يبقى 6 أ زائد 12 أ هتدي لك ساعتها 18000. تعالى في الحته دي، ف 18000 هتساوي 72. اقسم على 18 يبقى الالف بكام؟ يبقى الالف ب4. يبقى انا قدرت اجيب قيمه الالف اللي انت عايزها، طلعت معاك ب4. كل الرسومات اللي احنا بنشتغلها سواء في النموذج الاول والثاني انا حليتهم معاك في المراجعه من اصلا، يعني دي بالنسبه لنا مسائل مقرره، ده برضه حليته معاك في المراجعه. الشكل المعطى بيمثل منحنى طاقة الحركة والسرعة لجسم يتحرك في خط مستقيم، فإن كتلة الجسم هيساوي، عايز أجيب كتلة الجسم. طيب مسألة شبه دي احنا فكرنا ازاي؟ هو جاب لك علاقة بين طاقة الحركة والسرعة، يعني مثلا لو كانت السرعة ب5 هتبقى ساعتها طاقة الحركة بكام؟ 25 اهو. لو كانت السرعة مع سيادتك ب5 يبقى ده معناه ان طاقة الحركة هتساوي 25. فبناء عليه فك بقى قانون طاقة الحركة عشان توصل للكتلة. فطاقة الحركة هي عبارة عن نص الكتلة في مربع السرعة. ايه الكلام ده؟ هيساوي 25 نص الكتلة مربع السرعة. فهنا هيبقى معاك نص الكتلة انا ما اعرفش بكام، مربع السرعة 5 تربيعها 25، الكلام ده هيساوي 25. اقسم على 25 يبقى نص الكتلة هتساوي 1. فلما تقسم على نص هتلاقي ان الكتلة هتطلع مع سيادتك بكام؟ ب2. يبقى انا قدرت اجيب الكتلة فهتطلع مع سيادتك ب2، يبقى الاجابة بتاعتنا هي الاجابة رقم د. اللي بعديها بيقول لك في الشكل المقابل انا معايا قوتان متوازيتان مقدارهما 16 وقاف نيوتن بتؤثران عند ب وج على الترتيب. اذا كانت محصلتهما تعمل في اتجاه الدال ا، فإن ق هتساوي، انا وانت عايزين نروح نجيب قيمه القاف. طيب بص يا سيدي واحده واحده كده. انا شايف ان انا قدامي مثلث قائم الزاويه، حته بقى اعدادي دي، وخارج من راس الزاويه القائمه عمودي على الوتر، يوكليدس.
ده ب 30 ده ب 50. فيا سلام لو انت قدرت تجيب الب د، ما انت لو جبت الب د هيبقى معاك الد ج، فتقول لي القوه الاولى ببعدها على محصله هتساوي القوه الثانيه ببعدها على محصله، فاقدر ان انا اجيب ق. فانا هشتغل ده ازاي؟ انا بقى هفتكر اقليدس. كان اقليدس بيقول ان الالف ب تربيع هيساوي ب د مضروبه في ب ج. الف ب تربيع اهو، الف ب تربيع الكلام ده هيساوي ب د في الوتر كله اللي هو هيبقى الب ج. الف ب ب 30 تربيعها 900. ب د انا ما اعرفش بكام، في الب ج كلها اللي هي 50. فلما تقسم على 50 او 900 على 50 هتطلع معاك ان الب د ب 18 سنتيمتر. يبقى انا قدرت اجيب الب د طلع معاك ب 18، الد ج هيطلع معاك ب 32 عشان كلها ب 50. هاخد القوه الاولى اللي هي 16 فبعدها عن المحصله 18 هتساوي القوه الثانيه اللي هي ق فبعدها عن المحصله اللي هو هيبقى 32. اقسم لنا بقى على 32، يعني هاخد 16 في 18 على 32 هتطلع مع سيادتك ان القوه ق اللي انت عايزها هتطلع ب 9. يبقى الاجابه بتاعتنا هي الاجابه رقم ج. الثابت يديك القوه الاولى اهي والقوه الثانيه اهي والقوه الثالثه اهي في النقط الاتيه على الترتيب، فان مجموعه من القوى هتكافئ ازدواج عزمه هيساوي. انا حليت واحد زيه معاك في النموذج الاول، واحده واحده كده. انا سيادتك هنا معايا القوه الاولى اهي، فالقوه الاولى اللي هي بالنسبه لك هتبقى معاك ق واحد، فق واحد هي عباره عن 2 وسالب 4. اثرت في نقطه، النقطه ا على الترتيب هتبقى سالب 1 و1 اهو. هيبقى معاك القوه الثانيه اللي هي هتبقى ق 2 اللي هي هتبقى 1 وسالب 3. أثرت في نقطة هسميها النقطة ب اللي هي هتبقى سالب 2 و3. هيبقى معاك القوة الثالثة اللي هي هتبقى ق 3، فق 3 أثرت فيها اللي هي هتبقى سالب 3 و7. أثرت في نقطة هنسميها النقطة ج اللي هي هتبقى 0 و1 أهو. فأنت عايز تجيب عزم المحصلة أو عايز تجيب العزم حول نقطة معينة، فأنا قررت مثلا أروح أجيب العزم عند واو. هقول بقى واو أ ضرب اتجاه ق 1، واو ب ضرب اتجاه ق 2، واو ج ضرب اتجاه ق 3، واجمعهم كلهم اهو. انا هروح اجيب العزم عند واو، فالعزم عند واو هتبقى واو أ ضرب اتجاه ق 1 زائد واو ب ضرب اتجاه ق 2 زائد واو ج ضرب اتجاه ق 3. وبعد كده انا وانت نبدا نضرب ضرب اتجاهي ونشتغل. فانا هنا هيبقى معايا العزم عندي واو هيساوي واو أ اللي هي هتبقى أ اللي هي هتبقى سالب 1 و1 ضرب اتجاهي ق 1 اللي هي هتبقى 2 وسالب 4 زائد واو ب اللي هي هتبقى ب سالب 2 و3 ضرب اتجاهي ق 2. ق 2 دي اللي هي هتبقى 1 وسالب 3 اهو، ادي 1 وسالب 3 زائد واو ج اللي هي هتبقى ج 0 1 ضرب اتجاهي ق 3 اللي هي هتبقى سالب 3 و7. ظبط بقى العزم يلا يا عم، جمع كده اهو. حاصل ضرب الطرفين ناقص الوسطين، طرفين ناقص وسطين، طرفين ناقص وسطين. طرفين هيبقى سالب 1 في سالب 4 ب4 ناقص وسطين 1 في 2 ب2. طرفين هيبقى سالب 2 في سالب 3 ب6 ناقص وسطين هيبقى 3. حاصل ضرب الطرفين صفر ب7 ب0 ناقص الوسطين سالب 1 دي لك 3. فهتلاقي سالب 3 هتروح مع ال3، 4 زائد 6 10، 10 ناقص 2 بكام؟ ب8. يبقى الإجابة بتاعتنا هتبقى الإجابة رقم ب، فهتطلع مع سيادتك بكام؟ ب8. يقول لك الشغل الذي تبذله قوة متغيرة، جاب لك القوة دالة في ايه؟ عايز اجيب الشغل في تحريك جسم في اتجاه موازي الخط عملها من أول 1 لغاية 5، برضه ده سؤال السنة اللي فاتت. هنا جاب لك القوة دالة في ايه؟ فلو عايز اجيب الشغل فالشغل انا هجيبه من التكامل، الشغل هيساوي تكامل القوة بالنسبة لفين؟ من الإزاحة النهائية إلى الإزاحة الابتدائية. فهنا لو عايز تجيب الشغل فالشغل هيساوي ادي هنا تكامل
القوة ده اللي في ف، فالقوة هتبقى معاك 3 ف تربيع ناقص ف بالنسبة لف. هنا حدود التكامل هتبقى من كام لكام؟ من 5 ل1 اهو. فهنا هيبقى معاك ادي تكامل 3 ف تربيع ناقص ف، وحدود التكامل عندك من اول 1 لغاية 5، فهتطلع معاك ب 112. يبقى ساعتها التكامل طلع معاك ب 112، يبقى الإجابة بتاعتنا هي الإجابة رقم ب. اللي بعديها بيقول لك إذا وقف طفل كتلته 35 كيلو جرام على ميزان ضغط داخل مصعد متحرك لأسفل بعجلة 1.4 متر كل ثانية تربيع، فإن قراءة الميزان هتساوي. سيادتك في مصعد أهو، أنا معايا هنا مصعد، فالمصعد ده في طفل واقف جواه، ادي مصر طفل اهو. فالطفل ده هو مديلك كتلته، قال لك كتلته ب 35، عمال بيضغط على ارضيه المصعد، والمصعد ده متحرك لاسفل بعجل، فإن قراءة الميزان ان هي بالنسبه لنا هتبقى الضغط على ارضيه المصعد. فلو هو هابط يبقى الضغط هيبقى عباره عن الكتله في د ناقص ج. فهنا هيبقى الضغط هيساوي الكتله مع سيادتك 35، الدال ب 9.8 ناقص الجيم 1.4. بس خلي بالك اللي هيطلع ده هيبقى بالنيوتن، هو عايزه بالثقل كيلو جرام، يبقى انا هعمل ايه في ده؟ او هقسمه على 9.8 عشان احولها لثقل كيلو جرام. فهيبقى معايا 35 9.8 ناقص 1.4 على 9.8، هيطلع معاك ب 30 ثقل كيلو جرام. بعد ما قسمت طلع مع سيادتك ب 30، يبقى الإجابة بتاعتنا هي الإجابة رقم أ. نخش بقى على المقالي. يقول لك في الشكل المقابل أنا معايا أ ب ساق غير منتظمة، طول يعني وزن مش هيأثر في منتصفه الأسفل. بيبقى الوزن أثر في النقطة دي إذا علقت الساق من مسمار من ثقب صغير بالقرب من طرف أ، يبقى هنا هيبقى في رد فعل مسمار. الحتة اللي جاية مهمة بقى، قال لك أثرت في مستوى ازدواج معيار عزمه 150 جذر 3، عايز اجيب رد فعل مسمار. بما ان اللي هنا اثر ازدواج يبقى فيه قوتين بيساووا بعض في عكس الاتجاه، فهنا مفيش غير القوه اللي هي الاولى اللي هي الوزن، يبقى ده معناه ان رد فعل المسمار هيبقى الاعلى علشان الاثنين دول هيحققوا الازدواج اللي سيادتك عايز تشتغل عليه. فانا معايا الوزن ورد الفعل، فانا هروح اجيب العزم بقى. فانت العزم هنا بتاع الواو والراء، العزم هنا كان ب 150 جذر 3، الواو والراء دول هيمشوا مع بعض عكس عقارب الساعه مع عقارب الساعه، يبقى سالب واو في البعد العمودي، وهو قال لك معيار عزم وممكن نهمل الاشاره السالبه، يبقى هنا هيبقى واو في البعد العمودي. فين البعد العمودي؟ القوه هنا هتبقى قوه راسيه، فالبعد هيبقى افقي، ده البعد العمودي، ده بالنسبه للزاويه مقابل، يبقى الوتر في جهه الزاويه، يبقى 4 في جهه 60. ايه الكلام ده؟ هيساوي 150 جهه 3. اقسم بقى على 4 جهه 60 عشان تجيب الواو، والواو هو رد الفعل، يعني همسك 150 جهه 3 اقسمها على 4 ساين 60، فهتطلع مع سيادتك ان الوزن ورد الفعل ب 75 نيوتن، ده ساعتها هيبقى رد فعل المسمار بتاعك. خلاص؟ اللي بعديها يقول لك ده سؤال المقالي جه السنه اللي فاتت، ده تتحرك سياره على طريق مستقيم افقي ضد مقاومه 900 باقصى سرعه لها كالاتي، فان قدره المحرك بالحصان. اولا سيادتك انت معاك سياره، السياره دي ماشيه على طريق افقي، هل هي هتمشي لوحدها؟ لا، اكيد هنا في قوه، ولو في قوه يبقى هنا في مقاومه، فهو قال لك ان هي ماشيه باقصى سرعه، فمعنى كلمه اقصى سرعه يبقى ده معناها ان القوه هتساوي المقاومه، القوه هتساوي المقاومه، يبقى ساعتها الكلام ده بيه 900 ثقل كيلو جرام. تمام. هو بقى عايز يجيب ايه؟ هو عايز يجيب قدره المحرك بالحصان، فالقدره هي عباره عن القوه في السرعه، فانا معايا القوه ومعايا هنا السرعه اهو، فالقدره هي هتساوي القوه في السرعه، فهنا هتلاقي القوه مع سيادتك ب 900، بس هو عايز يخليها بالحصان، يبقى انا همسك القوه دي او الناتج اللي هيطلع مش مشكله اضربه ب 75. السرعه لازم تطلع معاك بيه من متر كل ثانيه، يبقى 5 على 18، همسك ده اضربه ب 75 عشان اخليها بالحصان يا جماعه، فهنا هيبقى معاك 900 في 54 في 5 على 18 في 75،
او اللي هيطلع نقسمه على 75 علشان نحولها لحصان مش نضربه في 75. اقسم على 75 يعني اللي هيطلع ده هيبقى ساعتها ب 13500. ده ثقل كيلو جرام في متر. فاقسم بقى على 75 عشان تحولها لحصان. فلما تقسم على 75 هتطلع معاك ب 180 حصان. ده ساعتها هيبقى قدرة المحرك بالنسبة لي. خلاص؟ هل في مشكلة؟ استعد بقى معانا في النموذج التالي.